ازيك يا صاحبي؟ مجهز لكم النهارده ملخص اسطوري، مش موسم واحد ولا اتنين بل 3 مواسم، وكمان الجزء الجديد. اه والله زي ما سمعت كده يا صاحبي، 4 مواسم كاملين في فيديو واحد. ما عليك الا انك تقدر مجهودنا وتدوس لايك وتفعل زر الاشتراك، لان انا متاكد ان شاء الله ان الفيديو هيعجبك وهتشوف عظمه من الاخر. ويلا بينا نبدا حكايتي. تبدأ أحداث الأنمي بتاعنا على منصة الإعدام، وأيوة شكل البداية نار من أولها يا صاحبي. وبنشوف الشخص اللي على وشك إنه يموت ده، وبنعرف إن هو بطلنا وبيكون اسمه فيكير فان باسكرفيل، وندلوه بفيكير. وبيبدأ يتكلم ويقول: أنا كان زي كلب الصيد اللي كرس ولاءه وحياته كلها لخدمة عائلة باسكرفيل ورئيسها، وفي الآخر اتهمت اتهامات باطلة بالتعاون مع الشياطين. ودينا اهو على منصة الإعدام، وعلى وشك إنهم يقطعوا رقبتي. بس لو قدامي فرصة واحدة بس وأرجع أعيش حياتي دي تاني، مش هعيش زي كلب الصيد اللي بيتخلصوا منه بعد ما بيصطادلهم الفريسة. وفعلا يا صاحبي بنشوف إن حكم الإعدام دوت بيتنفذ عليه وبيموت، وبتنفصل راسه عن جسمه. ووسط الحشود اللي حوالين منصة الإعدام بنشوف شخص واقف. ركز لي عليه يا صاحبي أوي عشان هنعوزه بعدين. بس لو انت فاكر ان ديت النهاية يا صاحبي، احب اقولك ان هي الا البداية، والاحداث لسه هتولع معانا. وبنشوف بطلنا وهو بيبدأ انه يفتح عينيه، وبيشوف حواليه اخشاب سرير. وبنشوف بطلنا وهو متفاجئ، واحنا كمان متفاجئين لاننا بنشوفه في جسم طفل رضيع راقد على السرير. وبيكون بطلنا لسه مستغرب وبيقول: هو انا جسمي تقيل كده ليه ومش قادر ان انا احركه؟ وايه الدوشة اللي حواليا دي؟ هو انا في الجحيم ولا ايه؟ وبنفهم ان بطلنا داخل قصر عائلة باسكرفيل، وبيكون موجود وسط عدد كبير جدا من الأطفال، واللي بيكونوا طبعا عاملين دوشة وعمالين يعيطوا بصوت عالي مع أطفال مستنيين منهم إيه. وبنشوف الشخص اللي أنا قلتلك خد بالك منه في أول الحكاية، اللي كان واقف عند منصة الإعدام. وبنعرف إن الشخص دوت هو رئيس عائلة باسكرفيل اللي بيكون اسمه هوجو. وبنشوفه واقف متعصب جدا وبيقول: الأطفال الأوغاد المصرين للشفقة دول. وبيبدأ إنه يتمشى ما بين الأطفال دول وبيقول: أنا مش شايف ما بينهم أي طفل يستحق. شكلهم المرة دي كلهم مجرد حسالة. بس بنشوفه واقف كده مرة واحدة وبيقول: الحسالة ده أقل صخبا وإزعاجا عن الباقيين. الراجل اللي مش طايق نفسه من البداية ده. وطبعا بيكون واقف وبيقول كده على بطلنا فيكر. وده طبعا لأن بطلنا يعتبر شخص كبير، بس هو رجع بالزمن لمرحلة الطفولة بتاعته. وبيتكلم هوجو اللي هو رئيس العائلة وبيقول: نقل الأطفال دول لمهدي السيوف. فبيرد على الخادم وبيقول له: حاضر حاضر يا سيدي. وهنفهم بعدين وهو مهدي السيوف ده. وبنشوف بطلنا فيكير وهو بيقول إن الشخص ده هو الجان الرئيسي وراء تحطيمي وإعدامي واتهامي بالخيانة، هوجو لي باسكرفيل. وبنشوف هو بيقول: أنا خلاص كده شكوكي اتأكدت، بما إن عقلي لسه شاب زي ما هو، يبقى أنا فيكر فان باسكرفيل بس عدت بالزمن لأيام طفولتي. ويبدأ بطلنا يحكي لنا أكتر عن حياته بيقول: إن أنا في حياتي السابقة عشت حياة كلاب الصيد. هو إيه يا ابن حكايتك مع كلاب الصيد؟ وبيعرفنا عن نفسه أكتر وبيقول لنا إن أنا اتولدت كطفل غير شرعي للعائلة، واتدربت في أصعب الظروف، ورغم ده كله كان مفروض عليا تفاني في أداء واجباتي ومهامي كلها. ومهامي ديت كانت عبارة عن كل أنواع الأعمال القذرة: اغتيالات بقى، استخبارات، ابتزاز. يعني بص يا صاحبي، أوحش حاجة تيجي في دماغك هو كان بيعملها لصالح عيلته، وطبعا من غير ما يسأل ليه وإزاي. وبقول لنا إن أنا كل ده كنت بعمله عشان أخلي عائلة باسكرفيل الأفضل بين العائلات السبع الكبرى. وكان سبب ولائي لده كله وقيامي بالمهام دي كلها بسيط جدا، وهو ان انا اردت فقط ان العائله ورئيسها هوجو يعترفوا بيا. وبيكمل وبيقول لنا ان في بوابه جحيم فتحت على الارض، كان اسمها بوابه بانديمونيوم، واللي جلبت ملايين من الشياطين لعالمنا. ومن هنا بدأت حرب البشر مع الشياطين. بس بعد مرور 10 سنين على فتح البوابة انتهت المعركة الطويلة بين البشر والشياطين بانتصار البشر. بس كانت مكافأة كلاب الصيد اللي أنا من ضمنهم طبعا. مش مكسوف من نفسك يا ابني وانت عمال توصف نفسك بالكلب؟ المهم بقول إن كانت مكافأة كلاب الصيد اللي كرسوا حياتهم كلها لخدمة العائلة، اللي طبعا من ضمنهم بطلنا، هي قتلهم بعد صيد الفريسة. ما خلاص كده بقى ما عادش لهم اي 30 لازمه. وبنشوفه هو بيرفع ايده متحمس وبيقول ان انا عشت الحياه دي قبل كده ومهما حصل مش هعيشها تاني. وبيبدا انه يخبط في نفسه وبيحاول يقوم وبيقول: انا عايز انتقم من دلوقتي، بس مش عارف اعمل حاجه بجسد الطفل الرضيع ده. شكل صاحبنا مستعجل قوي على الانتقام. وبيكمل وبيقول ان انا قدامي لسه فرصه عظيمه لبناء قوتي، وقال ان المره دي كمان هحاول ان انا اسلك اصعب الطرق عشان ابقى اقوى
من حياتي السابقة، وأول خطوة في رحلتي ديت هتبدأ من مهد السيوف. وتعالى بقى يا صاحبي أحكي لك عن مهد السيوف دي. ومهد السيوف ديت بتبقى عاملة زي اختبار بيعمله رئيس عائلة باسكرفيل لأطفاله أول ما بيتولدوا، وبتبقى عبارة عن جزئين. والاختبار دوت بيبقى عامل زي التقاليد في عائلة باسكرفيل اللي المفروض يمر بيها أي طفل مولود في العائلة. وبيبقى الاختبار دوت على مرحلتين. المرحلة الأولى إن الأطفال كلهم بيترموا في متاهة من السيوف، والأطفال بيتحركوا ما بين السيوف دي عشان يتم اختبار قوتهم ويوصلوا لنهر اسمه نهر ستيكس العظيم. ده شكله عذاب يا صاحبي مش اختبار. والمرحلة التانية منه إن الطفل بعد ما بيوصل نهر ستيكس دوت بينزلوا الطفل فيه، عشان معروف إن النهر دوت نهر أسطوري بيخلي أجسام الأطفال أقوى من الفولاذ. وبنعرف إن عدد الأطفال اللي بيقدروا يوصلوا للنهر ده محدود جدا، وبيحصلوا على القوة ديت عددهم محدود جدا. وبيقول لنا بطلنا إن أنا في حياتي السابقة اخواتي كلهم دفعوني وما قدرتش أحصل على تأثير النهر ده ولا قوته. بس طبعا الكلام ده مش هيحصل دلوقتي. وبنشوفه هو بيتحرك ما بين السيوف وبيوصل أول واحد للنهر وبيرمي نفسه فيه وسط الذهول واندهاش. طبعا هوجو رئيس العائلة والخدم اللي معاه ومستغربين ازاي طفل وصل لنهر ستيكس الأسطوري في الوقت القصير ده. وبنشوف بطلنا هو في نهر ستيكس وهو تحت المية، وبيبدأ إنه يحس إن مية النهر وقوتها بتتسرب لجسمه وعظمه. بيقول في نفسه إن دي بس البداية، ودي بداية جيدة عشان تعمل فرق في حياتي. وبنشوفه هو بيكتب نفسه تحت المية لأطول فترة ممكنة عشان ياخد قوة النهر وأكبر طاقة يقدر ياخدها من النهر. وبنشوف الخدم والجنود اللي مع هوجو كلهم مخضوضين عليه وعمالين يتحايلوا عليه عشان يطلع، وعمالين يقولوا لنفسهم هو احنا المفروض ننقذه ولا ايه؟ مش كده قعد وقت طويل تحت المية. وبنشوف هوجو بيضحك بكل شر، شكل الراجل ده مريض نفسي. ويبدأ يكلم شخص وراه بيقول له باريمور. وكده بقى له قد ايه تحت المية؟ انت لسه ملاحظ دلوقتي؟ فبيرد على الشخص دوت وبيقول له تقريبا 7 دقائق يا سيدي. وبنعرف ان الشخص اللي وراه ده هو باريمور رئيس القصر في العائلة، زي كبير الخدم كده. فبيتكلم واحد من الخدم الصغيرين وبيقول له سيدي 7 دقائق ده كتير جدا، ده كده ممكن يموت. ونشوف ان هوجو بدأ فعلا انه يقتنع وبيقول له خلاص كده يا فتى تقدر تطلع دلوقتي. وبيكون بطلنا لسه تحت المية عمال يكتم في نفسه عشان ياخد اكبر قدر من الطاقة، لدرجة كمان انه بيشرب مية النهر ببقه. وبقول ان انا المرة دي لازم افوتش ربع فرصة احصل منها على الطاقة. وبيكون خلاص بدأ انه يختنق، ولسه برضه بيقول في نفسه لازم تتحمل يا ابني خلاص هتموت كده. وبنشوف ان هوجو سحبه من المية وبيقول له مش كفاية عليك في النهر كده؟ ويلاحظ انه كمان شرب من مية النهر وبيقول له انت كمان شربت من مية النهر. وبنبدأ نلاحظ تأثير مية النهر عليه من لحظة خروجه، واسنانه كلها نمت وهو لسه طفل رضيع. وبيبدأ يسأل رئيس الخدم بتاعه بيقول له هو الطفل ده اسمه ايه؟ وطبعا بيكون معجب بيه. فبيرد على رئيس الخدم بيقول له فيكر يا سيدي. وبيبص له هوجو بإعجاب وبيقول فيكر انا شكلي انجبت طفل على القيم. ونشوف بطلنا وهو بيكلم نفسه في دماغه على طريق كلاب الصيد وبيقول ان انا هستغل الوقت دوت في سن انياب في صمت، ولما يحين الوقت المناسب هقطع راس سيدي اللي هو على هوجو طبعا. وساعتها هتكون عائلة باسكرفيل محض التاريخ وهمحاها من الوجود نهائيا. وهنا يا صاحبي هديك ملخص سريع عن بطلنا في حياته السابقة. وبيكون اسم بطلنا فيكر فان باسكرفيل، وزي ما عرفنا هو الابن الغير شرعي لهوجو زي بقية أطفال. وبنعرف إن هو لما كان عنده بس 8 سنين كان عنده موهبة وقدرات لو في أي مكان تاني غير عيلته كان زمانه يعتبر عبقري ومن أقوى الأشخاص. بس بالرغم ده كان في أسرته مجرد شخص عادي. إنما بقى في عمر 20 سنة بدأ إنه يتكلف بمهام كلها زي الطين، زي الاغتيال والتجسس والقتل. أي أعمال سيئة أو شمال يعني العيلة كانت بتحب إنها تعملها كانت بتروح. وبيقول لنا إن هو في سن 30 فتحت البوابة على عالم الشياطين وبدأ غزو الشياطين. وفي سن 35 كان في عز الدمار، كانت الشياطين في عزها وكان العالم في عز الدمار. وطبعا كان بطلنا بيكلف بقتال الشياطين دي وقتلها. وزي ما عرفنا إنه في سن 39 بعد مرور 10 سنين على فتح البوابة انتهت الحرب الطويلة ديت بانتصار البشر. والمكافأة طبعا خلاص بعد ما مهمتهم انتهت وقضوا على كل الشياطين اتهموا كلهم بالخيانة واتأمر بقطع رقبتهم. وبنرجع لبطلنا وبنشوفه بعد ما خلص الاختبار بتاعه ورجع لسريره بعد ما نجح إنه يحصل على قوة نهر ستيكس الأسطوري. بيكون فرحان إنه نجح في أول خطوة في تحقيق هدفه اللي هو حصوله على قوة نهر ستيكس الأسطوري. وبنشوف واحدة داخلة عليه وشايلة صندوق في إيديها وبتبرطم وبتقول زي ما سيدتي أمرتني. وبيلاحظ بطلنا المرأة ديت وبيقول هي مين الست دي والقلبة اللي في إيديها دي؟
ومن سيدتها وأمرتها بإيه. يا باشا روق على رزقك، هتعرف دلوقتي. ونشوف بطلنا وهو مستغرب وبيقول: الصندوق اللي في إيد السيدة دي أكيد محدش هيسيب هدية لطفل غير شرع. وهي قصدها إيه بكلمة أنا بنفذ أوامر سيدتي دي؟ وبنشوف السيدة دي فعلا سابت الصندوق اللي في إيديها على سرير بطلنا ومشيت. ومرة واحدة بيفتح الصندوق ده وبيخرج منهم أفعيتين سمتين. وبنشوف بطلنا بيستعد وبيقول: أكيد اللي بعت الأفعيتين دول بيحاول اغتيال. وبيبدأ بطلنا يفكر في مين اللي يكون بعت له الأفعيتين السمتين دول عشان يغتالوه. وبيقول إن في عدد قليل من الناس في باسكرفيل اللي بيطلق عليهم سيدتي. هي ممكن تكون واحدة بتحاول تقلل عدد المنافسين قدام طفلها. المهم بطلنا بيسيبه من الأفكار ديت وبيخليه قدام الثعبانين اللي خلاص بيكون على وشك إنهم ينقضوا عليه. بس على مين يابا؟ ده بطلنا اللي بيمسكهم هما الاتنين بإيديه المجردتان، وبيبدأ إنه يفعصهم ويسحقهم بإيديه بس. وفعلا بيقدر إنه يخلص عليه. وشكل نهر ستيكس دوت أكسبه قوة رهيبة. وبنشوف إن تاني يوم إن الخدم وأفراد من العائلة كلهم واقفين ومستغربين، وحقهم يستغربوا فعلا الصراحة، لأن بيكون قدامهم بطلنا نايم ولا همه وحواليه أشلاء الأفعتين اللي كانوا بيحاولوا إنهم يقتلوه. ونشوف بعد اليوم ده مجموعة من الحراس واقفين في الأوضة اللي فيها بطلنا وبيتكلموا مع بعض وبيقولوا إن خلاص تم إعدام جميع المربيات اللي كانوا شغالين في الوقت ده. وده طبعا بعد ما تعذبوا عذاب قوي جدا. بس لغاية دلوقتي ما احناش عارفين السبب وراء سحق جسم الأفعتين السامتين في النهاية. وبنفهم هنا إن كل المربيات والخدامين اللي كانوا شغالين في اليوم اللي هجموا فيه الأفعتين السامتين على بطلنا هوجو أمر إنهم يتعدموا كلهم. وبنشوف بعد مرور اليوم ده ب8 سنين بطلنا وهو قاعد وسط الطلاب اللي بيكونوا إخواته وقرايبه من عائلة باسكرفيل. ويبدأ الأستاذ اللي قدامهم يشرح ويقول إننا هنتكلم النهاردة عن المراحل والدرجات بتاع المبارز أو السياف. وبيقول لنا إن الشخص اللي ما بيقدرش يحوط السيف بتاعه بأي قدر من المانع فده بيعتبر مبتدئ سيف. أما الشخص اللي بيقدر يحط كمية قليلة من المانع على السيف بتاعه بيسمى خبير السيف. والشخص اللي بيقدر يحط السيف بتاعه بمانع كتيرة شوية بس بتبقى شبه السائل كده بيسمى سياف أعلى. وأخيرا وأقوى هيئة فيهم إن الشخص اللي بيقدر يحط السيف بتاعه بهالة ومانا بس بتكون الهالة ديت صلبة وبيقدر يشكل المانا ديت حوالين السيف بتاعه على أي شكل هو عايزه بيسمى سيد السيف. ودي طبعا بيكون أكبر وأقوى درجة بيوصل لها المبارز. وبيكمل في وسط اندهاش الطلاب وبيقول إن هوجو القائد الأعلى لباسكرفيل يعتبر دلوقتي هو سيد السيف. ونشوف إن بطلنا منغمس في أفكاره وبيقول إن هوجو دلوقتي هو سيد السيف في الوقت ده، يبقى أنا لازم قبل مراسم بلوغ سن الرشد بتاعتنا يجب علي إن أنا أستعيد كل قواي السابقة. وبيقطع تفكيره الأستاذ بتاعه. وبنشوف إن المدرس بتاعه بيبص عليه بكل إعجاب وبيقول إن السيد فيكير منغمس في أفكاره كالعادة. وبيكمل وبيقول إنه عنده فرق كبير في القوة والمواهب عن غيره من الأسياد الشباب من حيث الجسد القوي اللي حصل عليه من الغوص والسباحة لمدة 7 دقائق كاملين في نهر ستيكس الأسطوري. ده غير الدماغ العبقري اللي بيفكر 100 مرة قبل ما يجاوب على أي حاجة. وبيكون بطلنا في الوقت دوت بيفكر وبيقول هو أنا على كده هستغرب كام سنة عشان أقدر إن أنا أقتل هوجو. وبنشوف إن وسط الكلام دوت 3 أشخاص باين عليهم إنهم توأم بيبصوا لبطلنا بكل حقد. وبنشوفهم بعد الدرس بيبدأوا إنهم يتنمروا على بطلنا ويقولوا له إزيك يا نصف الكمامة. وطبعا نصف الكمامة ديت القصد منها إنه ابن غير شرعي وكده. وبيبدأوا العيال الغلسة ديت يكلموه ويقولوا له هو أنت بقى الابن الغير شرعي لعائلة باسكرفيل؟ وصحيح اللي بيتقال عليك ده إنك كنت لسه طفل إنك تنيتك في بحر ستيكس الأسطوري لمدة 7 دقايق كاملين وكمان قمت بخنق أفعيتين سمتين بيداك العاريتان فقط. وبيقول بطلنا في نفسه أنا عارف الأطفال دي وفي حياتي السابقة هم اللي طعنوني لما كنت بحاول إن أهرب بعد ما لبسوني تهمة الخيانة وكانوا معروفين باسم الرمح الثلاثي لهوجو باسكرفيل. وبتتكلم العيال دي وبتقول له من الآخر كده إحنا ما بنحبكاش يا الحقد ده يا جدعان. وبيقول بطلنا في نفسه إن بعد 10 سنين بس من دلوقتي العيال ديت هتكبر ويكونوا ليا خصوم مزعجين ومن الأفضل إن أنت تقضي على خصومك وهم لسه براعم صغيرة. وبنشوف إن واحد من العيال ديت رفع خنجر على بطلنا وبيقول له إن الأسطورة بتقول اللي بيعوم في نهر ستيكس الأسطوري لمدة طويلة جسده بيصبح كالفولاذ. يبقى أكيد أنت مش هتتأذى من نسل الخنجر ده وحتى لو طعنتك أنت مش هتموت صح. وبتبدأ العيال دي إنها تضحك قصاد بعض يا أخي على الأم بروكو. وبنشوف إن واحد من العيال ديت لف حوالين بطلنا وحط الخنجر في بقه وبدأ إنه يقول له لو الأسطورة دي فعلا حقيقية فأنت تتحمل الخنجر دوت على الأقل لمدة 3 دقايق وبعدها أنا هخرجه. ونشوف إن بطلنا متعصب من اللي حواليه ده
وبيقول في دماغه طالما انتوا عايزين تلعبوا يلا بينا. وبنشوف الاتنين اخواته الباقيين عمالين يعدوا الوقت ويقولوا اهو كده عدى دقيقة واحدة، وبيظهر عليهم التعجب والاستغراب بعد ما بيعدي 3 دقايق، وبيقولوا هو ازاي قدر انه يصمد لغاية دلوقتي. وبيموتوا من الرعب لما بيعدي 10 دقايق وما بيحصلوش أي حاجة. وحتى الواد اللي واقف ورا بطلنا بيبدأ إنه يترعب ويقول هي شكل الأسطورة دي حقيقية ولا إيه؟ وبيكلموه إخواته الاتنين وبيقولوا له خلاص سيبه، إن دوت معادش ممتع، خلينا نمشي من هنا. وده طبعا بعد ما شكوا إن بطلنا قوي ولو عايز هيقدر يخلص عليهم كلهم. ومرة واحدة بيعض بطلنا الواد اللي ماسكه من إيده، وبيبدأ إنه يتف الدم من بقه، وبيبدأوا كلهم يستغربوا ويقولوا قول لي أنت عملته ده. فببص لهم بكل شر بقول لهم مش اخواتك قالك تبعد ايدك، كفايه كده، انت خايف دلوقتي من ايه؟ ورد على عيلين غير اللي كان ماسكه من بقه بيقولوا له خايفين؟ هما مين دول اللي خايفين؟ وبنشوف ان اخوهم التالت اللي كان حاطط ايده على بق بطلنا هو عمال يصرخ من الالم وبيقول له انت قطعت صابعي، ما تعيطش يا حبيبي. وبيكلموا اخواته بيقولوا له ما تخافش ما تخافش يا اخويا، خلينا نروح للكاهن ونطلب منه انه يعالج صابعك. فبيرد عليهم بطلنا بكل فخامه وبيقول لهم ومين اللي سمح لكم انكم تذهبوا؟ فبيتعصب واحد من الإخوة دول وبيمسك الخنجر وبينقض على بطننا بكل قوة وبيطعنه ببطنه وبيقول له هو أنت نسيت إن إحنا الإخوة أكبر منك بسنة؟ بس بنشوفه إنه ميت من الرعب لأننا بنشوف إن الخنجر بتاعه مقدرش يخترق جسم بطننا. فبيمسك بطننا إيده بكل سهولة ويبدأ إنه يتنيها وبيقع الخنجر منه وبيقول له أنا شكلي إن أنا نسيت، بس ما يهمش كتير طالما أنت بتمتلك الموهبة والقوة، فأمور تافهة زي العمر ديت مش هتبقى بتهمك كتير. بيبدأ إنه بيبصلهم بكل شر ورعب وبيقول لهم خلونا نلعب شوية أيها الإخوة الثلاثة. وبنشوف الواد دوت مرعوب تحت إيد بطننا وبيقول له يبقى فعلا الشائعات اللي كانت بتتقال صح؟ ولسه بيلحقش يكمل كلامه بنشوف بطننا وهو هبد بوكس في وشه مدشمله حرفيا وبيقع قدام إخواته متمرمغ في دمه. فبيتعصب واحد من إخواته الباقيين دول وبيقول له أيها الواغد، هو طبعا من جواه مرعوب من اللي شافه. وبطلنا ما بيستناش وبيهبده هو التاني رجل بالدرمغة على الأرض. وبيبدأ بطلنا يتكلم ويقول لهم ما تخافوش ما تخافوش، هتتحسنوا بعد ما تتلقوا العلاج. ويبدأ إنه يشيل الخنجر من على الأرض وهو بيكمل كلامه وبيقول لهم بس المشكلة إن أنا مش هقدر أسمح لكم إنكم تخرجوا من الغرفة، لا هيرتاح بالي ولا جسمي، لا هيرتاح بالي ولا جسدي طوال حياتي. وشكل كده يا زميلي بطلنا ناوي يطلع عليهم القديم والجديد. وبيرفع بطلنا الخنجر وبيقول لهم بس بالرغم من كده هكون كريم معاكم وهسيب واحد منكم يهرب. فبيردوا عليه وبيقولوا له طب مين؟ انت قررت هتسيب مين فينا اللي يمشي؟ فبيرمي لهم الخنجر قدامهم وبيقول لهم القرار في الامر دوت يخصكم انتم ايها الاخوه، وعندكم الحريه في انكم تقرروا مين فيكم هيطلع من الاوضه ديت مش على رجليه. وبقول لهم استعجلوا شويه انا مش هستنى اليوم كله. اوه، ده بطلنا نشر الفتنه ما بينهم وشكله هيخليهم يخلصوا على بعض من غير ما يحرك صابع من ايده. وبدأ الإخوة إنهم يتوتروا ويبصوا لبعض ومش عارفين يعملوا إيه، وبصراحة هما في موقف لا يحسدوا عليه. وبنشوف بطلنا واقف وهو بيقول كده بدأ انفصال الإخوة التوأم في باسكرفيل عن بعضهم من دلوقتي، وهتبقى خطوة مهمة جدا بالنسبة لي بعدين. وبينتقل بينا المشهد على رئيس الخدم لعائلة باسكرفيل باريمور. هو بيتكلم مع رئيس العائلة هوجو وبيقول له سيدي إن في معركة حصلت تاني ما بيننا وما بين عائلة مورجو في مناجم الياقوت، وعائلة مورجو لسه عند كلامها وعمالة تقول إن مناجم الياقوت هي مجالها الخاص ما ينفعش حد إنه يتعداه ويشتغل فيه معاه. فبيرد عليه هوجو بيقول له عائلة مورجو طب في أي تقارير تانية؟ فبيرد عليه بريمورو وبيقول له إن نتائج تقييم الاختبار للنصف الدراسي الأول ظهر، وإن السيد فيكير اللي هو بطلنا احتل المركز الأول في الكتاب. وبنشوف علامات الإعجاب والانبهار على وش هوجو وبيتكلم وبيقول لبرمور طب امتى هيكون الاختبار العملي بتاع الأطفال قبل دخولهم المدرسة؟ ويرد عليه برمور وبيقول له بعد 5 أيام يا سيدي، وإن الفرسان الحماة سافروا لقلعة الأطفال عشان يستعدوا للاختبار العملي. فبيرد عليه هوجو بيقول له يبقى أكيد دلوقتي قلعة الفتيان اللي هم يعني في المدرسة وأكبر في السن من الأطفال فارغة دلوقتي وما فيهاش أي فرسان. فبيرد عليه برمور وبيقول له سيدي بمناسبة الفتيان أنا في حاجة لازم أعرفك بيها. وبيكمل وبقول له إن مؤخرا كان في قتال كبير بين الأولاد. فبيستعجب وجو بيقول له قتال كبير يعني في كام واحد اتقتل من العيال؟ فبيرد عليه برمر وبيقول له هو محدش مات. وبيكمل وبيقول له إن الأخ الأكبر من الإخوة التلاتة جميع سنين اتدمرت، والأخ الأوسط فكه اتكسر، والأخ الأصغر
صبعه السبابة انقطع. فبيرد عليه هوجو بيقول له هو ايه المشكلة يعني؟ ده منهم دلوقتي كلهم اتعالجوا واستعادوا كامل صحتهم. فبيرد عليه بارامور وبيقول له ايوه يا سيدي، بس جروحهم النفسية كبيرة أوي ولسه لغاية دلوقتي ما اتعالجتش. فبيرد عليه هوجو بيقول له بما إننا جماعة قرايب فما ينفعش إنهم يتشاجروا مع بعضهم البعض، بس إيه سبب الصراع ده واتضربوا مع مين؟ فبيرد عليه بارامور وبيقول له إنهم اتضربوا مع واحد من الأولاد واللي كان بعمر 8 سنين وأصغر منهم بسنة واحدة، وأخلى الأولاد التلاتة كلهم بالشكل ده. واللي أنا بتكلم عليه ده يا سيدي هو المركز الأول في الاختبار الكتابي السيد فيكير هو الجان. فبيتعجب هوجو طبعا وبيأمر بإحضار. فبنشوف إن بطلنا توجه لداخل القاعة عند والده، وبيبدأ أبوه يحييه ويقول له أنت كبرت أوي يا فيكير، أنا ما شفتكش من زمان. فبرد عليه بطلنا بيقول له أهلا أيها اللورد. فبرد عليه هوجو بابتسامة عريضة وبيقول له لورد يا أخي ما تبالغش، خلي البساط أحمد. وطبعا هوجو بيكلمه كده عشان عارف مدى قوته وإن هو متفوق عن الجميع. فبيكمل هوجو كلامه وبيقول له أنا سمعت إنك ضربت التوأم التلاتة البالغين في الصف الأول وعمرهم 9 سنوات. فبتصنع بطلنا الغباء وبيقول له هم اخواتي كانوا أكبر مني في السن، بس أنا عارف إنهم تلقوا العلاج المناسب. فبرد عليه هوجو بيقول له أنا بتكلمش عن أضرارهم الجسدية، أنا بتكلم إن دلوقتي نفسيتهم بقت محطمة جدا، ومن اليوم ده ما عادش حد فيهم طايق التاني وكل واحد بياكل لوحده. وده حاجة غريبة طبعا بالنسبة لهم لأنهم كانوا بيعملوا كل حاجة مع بعض وكانوا التلاتة ممتازين في اجتياز الامتحانات في نفس الوقت. وعرفت دلوقتي إنهم هما التلاتة فشلوا بالكامل. وبيكون بطلنا سامع ومبتسم ابتسامة خفيفة كده وبقول له أنت مش حاسس إن اللي أنت عملته ده غلط؟ فبرد عليه بطلنا بقول له أنا أخطأت في إيه؟ فبيقول له هوجو أمال مين اللي خلى إخواتك في حالة الفوضى دي؟ أمه ولا مين؟ فبيرد عليه بطلنا بكل استعلاء وفخامة وبقول له أنا أقوى منهم. إزاي شخص مهول القوة وعظيم زي النوخ في حاجة زي دي؟ فبيتكلم بالمر وبيقول له سيدي إن التلاتة الإخوات جم قبله مسامحينه على اللي عمله. وبيتكلم هوجو بيقول له يعني أنت عايز تفهمني إنك ما بتشعرش بالذنب؟ فبيرد بطلنا وبيقول له سامحوني. وبنرجع في ذكريات بطلنا قبل ما يرد على أبوه في حياته السابقة، وبيقول لنا إن آخر بنت العائلة دمرها هوجو باسكرفيل شخصيا وقضى على أفراد عائلتها. ظهرت البنت دي وراحت تقابل هوجو شخصيا بعد ما قضى على عائلتها كلها، وبدأت إنها تقول لهوجو إن أنا بعد فترة طويلة اكتشفت إن كل دوت ملوش لازمة. وبدأت إنها تقول إنها مسامحة على كل اللي عمله في حقها. وبقول لنا إن كانت إجابة هوجو بكل بساطة بعد ما سمع كلامها إن السماح دوت هو مجرد حجة للضعفاء اللي ما عندهمش القدرة على الانتقام. يا أخي تصدق إنك تستحق اللي بطلنا ناوي يعمله فيك، لأن عمر ما كان السماح عند المقدرة ضعف ولا قلة حيلة، بل إن العفو والسماح عند المقدرة ده أكبر انتقام. والشخص اللي عارف قيمة نفسه وإنه يقضي على اللي قدامه بس يعفى عنه ده أكبر انتقام ومذلة العدو، وبالذات لو واحدة ست ضعيفة ومكسورة زي دي. بس أنت بتكلم مين يابا؟ ده شخص أمر بإعدام ابنه اللي من لحمه ودمه، هيبقى عنده ذرة رحمة لواحدة ست غريبة عنه ضعيفة الدنيا جاية عليها مش جاية ولا يفرق معاه؟ ده شخص ما فيش في قلبه ذرة رحمة. وده نفس الكلام اللي بيقوله بطلنا دلوقتي لأبوه هوجو وبيعيدوا عليه زي ما كان بيقوله في حياته السابقة. فبيبص له هوجو بكل فخر وبيضحك بكل شر وبيقول له احترام القوي لذاته والضعف خطيئة. كويس إن أنت فاهم شعار عائلة باسكرفيل كويس، وبيكون فرحان جدا منه. ما طبعا لازم يبقى فرحان، مش بيعيد عليه نفس كلامه في حياته السابقة بس على لسان بطلنا. وبطلنا بيحاول يرضي ويقرب من أبوه بكل الطرق اللي يعرفها والحاجات اللي هو عارف إنه بيحبها من حياته السابقة، لأنه ماشي على طريقة القضاء على عدوك نهائيا. لازم تخليك أقرب ليك من صديقك عشان تبقى عارف كل المعلومات وتحركات وخطوته الجاية. وبقول له باريمور اطلب من الخدم إنهم يدوا فيكير أي وجبات خفيفة نفسه فيها وكل اللي يتمناه من مخزن الطعام. فبيضحك فيكير طبعا وبقول له شكرا أيها اللورد. وبيسأل بطلنا هوجو على نوع شوكولاتة معين كده وبيقول له وانا ينفع احصل عليه؟ فبيرد عليه هوجو بيقول له انت تقدر تاخد اللي انت عايزه كله. وطبعا ما بتكونش الفكره ان بطلنا نفسه في الشوكولاته ولا حاجه او بيقول اي كلام جهجهوني كده وخلاص، لا ده في خطه في دماغه وهنعرف بعدين هو محتاج الشوكولاته دي في ايه. ونشوف بطلنا هو خلاص خارج من عند ابوه فبينادى عليه هوجو بيقول له فيكير اتمنى لك التوفيق في الاختبار اللي جاي. وبيكمل وبيقول له ما تتخلاش ابدا عن كونك فرد من عائلتنا. فبيبص له بطلنا بكل اشمئزاز وبيرد عليه هو جزز على سنه وبيقول له حسنا ايها اللورد. وده طبعا لانه عارف حقيقة ابوه
واللي كان بيعمله فيه لما كان ضعيف وهو بس عايز يكسبه لصفه لغاية ما يوصل لهدفه. وبنكمل حكايتنا وبنشوف بطلنا بعد ما نزل مخزن الطعام للعائلة مع رئيس الخدم باليمور، وبيسأله بطلنا على نوع الشوكولاتة اللي كان بيقول عليها، وبيطلب منه نوع معين من الكاكاو. وفعلا بنشوف باليمور وهو بيسأل الخدم على نوع الكاكاو اللي بطلنا قال عليه ده ويجيبوا لي، وفعلا بيقدروا انهم يجيبوا لي بعد تدوير وتعب طويل جدا. وبنشوف الخادم اللي وراه وهو بيتكلم وبيقول ان السيد اختار اختيار مميز ونادر جدا، لان الحبايه الواحده من الكاكاو ده تكفي لصنع 100 لتر كامل من الشوكولاته. وبنكون لغايه دلوقتي مش فاهمين اللي بطلنا ناوي يعمله بالشوكولاته دي والكميه دي كلها. وبيكلموا بالمر وبيقول له سيدي انت باين عليك بتحب الشوكولاته جدا. وبنشوف ان الخادم بيتكلم بطلنا وبيقول له سيدي انا ممكن اقول لك حبوب الكاكاو ديت للشوكولاته وارسلها الغرفه. فبيرد عليه بطلنا بيقول له لا لا مفيش داعي. وبنشوف ان باليمور متعجب منه وبيقول في نفسه عنده ذوق فريد جدا. وبنشوف بطلنا وهو بيتكلم نفسه وبيقول ان رغبتي في طلب حبوب الكاكاو المعينه دي النهارده اكيد مش تناولها، بل عشان استخدم حبوب الكاكاو الدمويه ديت في يوم اختبار التقييم العملي بعد 5 ايام. وبنكون لغايه دلوقتي ما احناش عارفين ان هو بطلنا ولا حبوب الكاكاو ديت ولا الشوكولاته ديت هتفيده ازاي في اختبار العملي. بس ما تستعجلش يا كبير، ادينا معاه وهنعرف كل حاجه. وبنبدأ نعرف عن اختبار العمل اللي بيتعمل لأطفال عائلة باسكرفيل ده أكتر. وبيقول لنا بطلنا إن عائلتي عائلة باسكرفيل بتعرف في العالم باسم عائلة المحاربين الهائجين. أيوة والله زي ما سمعت كده يا صاحبي، الهائجين. ودوت لأن عائلة باسكرفيل بيعلموا أطفالهم تعليم مبكر وشامل من صغرهم، ما بيستنوش بقى لما الطفل كده يوصل سن الرشد أو يبلغ أو الكلام ده. لا ده بيقول لنا إن أول ما الأطفال تبدأ تتعلم المشي لازم عليهم إنهم يبدأوا بتسلق المرتفعات شديدة الانحدار. ودوت علشان من الأساسي إن أي طفل في عائلة باسكرفيل يتمتع بالقدرة البدنية القوية والأساس الصلب، بل وإن كمان من جحدهم وإنهم حتى وقت الليل وقت الراحة بيدربوا الأطفال على النوم مع جثث الوحوش الميت، ودوت من أجل التكيف مع البيئة القاسية اللي ممكن يواجهوها بعدين. وبيكمل وبيقول لنا إن الأطفال لما يبقى عندهم خلاص 8 سنين، ودوت السن اللي فيه بطلنا دلوقتي، بيبدأ التقييم القتالي للأطفال الناشئين عشان ينتقلوا للمرحلة اللي بعدها. ودوت يا كبير اليوم العملي اللي هيختبر فيه بطلنا بعد 5 أيام. وبيقول لنا إن ده كله هو سبب تسمية عائلة باسكرفيل بعائلة المحاربين الهائجين، لأنهم بيطلعوا شياطين مش جنود. وبيمر بين الوقت وبنروح ليوم التقييم العملي ونشوف الأطفال كلهم متجمعين عشان الاختبار. بنشوف إن في شخص ظهر قدامهم بيكون هو دوت المدرس المسؤول عن اختبار التقييم، وطبعا بيكون شخص من عائلة باسكرفيل برضه وبيكون اسمه بافيلوف. وبيبدأ بافيلوف يشرح لهم اختبار العملي بالتفصيل وبيقول لهم إن الاختبار بسيط جدا، وهو عبارة إنك تفضل حي لمدة شهر كامل في منطقة جبال الأحمر والأسود، وديت المنطقة اللي احنا فيها دلوقتي دي. وإن المفروض عليك أيضا طول الشهر دوت تصطاد اللي تقدر تقتله من الوحوش الكبيرة والقوية، لأن نظام التقييم هيبقى على شكل نقاط. فأنت أصلا لو تنتك حي بعد الشهر دوت هيبقى لك 10 نقاط ده من البداية كده. ولو قدرت كمان إنك تصطاد الوحوش نقاطك هتزيد على حسب خطورة الوحش اللي أنت هتصطاده. وآخر حاجة معانا في الاختبار بقول لهم إن الشرط اللي موجود على الياقات هدومكوا ديت اللي هي الزراير اللي على هدومهم دي يا صاحبي بتعتبر نقاط إضافية، وإنك تقدر تسرق الزراير ديت لو أنت عايز من أي واحد زميلك، وهي فرصة تقدر تزود بها نقاطك. بيكمل وسط رعبهم وبقول لهم وطبعا لو متم ساعتها مش هتقدروا تحصلوا على ولا نقطة. يا راجل لا ازاي، فكده يعوزوا نقاط وهم ميتين. وبقول لهم ان تدريب البقاء ده كله هيحصل في جبال الاحمر والاسود زي ما احنا عرفنا، بس الجديد ده ان انتم مسمح لكم بس بالتحرك في المنطقة اللي احنا محددينها لكم، ومحدش يجي من المنطقة المحظورة، لان المنطقة اللي احنا قلنا لكم عليها ديت يعتبر هزمنا فيها الوحوش القوية، اما المنطقة المحظورة ديت لسه ما اكتشفناهاش. وبيقول لهم ان كل واحد هيبقى وراه جندي من الفرسان الأوصياء، ودوت اللي هيحسب لكم ويجمع لكم النقاط اللي هتقدروا تحصلوا عليها خلال فترة الاختبار. ولو تفتكر يا صاحبي في الجزء الأول لما باليمور كان بيكلم هوجو بيقول له إن الفرسان الأوصياء ذهبوا لقلعة الأطفال عشان يحضروا اختبار العمل، ودلوقتي عرفنا إيه هي فايدته، فهم اللي هيعدوا النقاط لكل واحد فيهم. وأخيرا بنشوف بطلنا في الاختبار وبيكون حواليه مجموعة من الطلاب اللي عمالين يكلموا بعضهم ويقولوا هو ده هو دوت اللي عام في بحر ستيكس الأسطوري لمدة 7 دقائق كاملين. ده في شائعات كمان بتقول إنه قدر يخنق نفعتين سمتين وهو لسه طفل رضيع، وبيكون باين على وشهم علامات التعجب والحقد في نفس الوقت. أمال لو عرفوا إن الكلام ده كله حقيقي مش شائعات هيعملوا إيه؟ وبيكملوا بيقولوا ده كمان حصل على الدرجة الكاملة في الاختبار الكتابي، أما نشوف هيعمل إيه في الاختبار العملي. محدش هيقدر هنا يساعده. وهنا يا إخواتي بنكون فاهمين إن هم فاكرين
إن كل اللي بطلنا فيه دوت واسطة، مبيحصلش على الدرجات دي كلها بمجهوده. المهم بنسيبنا من الكلام ده كله، وبينتقل بينا المشهد على بطلنا وهو بيقول الجبال الأحمر والأسود، ده عدى وقت طويل جدا على آخر مرة كنت فيها هنا. وبنلاحظ وهو بيتكلم الإخوة التلاتة اللي كان بطلنا دقهم في الجزء الأول وهم بيحاولوا يتجنبوه بعد اللي عملوا فيهم. وبنشوف الأستاذ بفلوف هو ماسك جرس في إيده وبيقول إنه بعد ما رن الجرس دوت الاختبار هيبدأ. وفعلا بيرن الجرس اللي في إيده، وبنشوف إن الأطفال كلهم اختفوا من قدامه واتحركوا وسط الغابة عشان يقدروا يجمعوا أكبر عدد ممكن من النقاط. وبنشوف فعلا إن الأطفال كلهم بدأوا يتحركوا، واللي فيهم بيقول أنا لازم أوصل الأول عشان أقدر ألاقي منطقة مفيدة وحوش كتيرة ولكن ضعيفة وأحصل على أكبر عدد ممكن من النقاط. وفي أشخاص تانيين بيتحركوا ورا بعض الأشخاص وبيقولوا إن أفضل طريقة للبقاء أحياء إننا نتبع أحد ويخلص على أكبر عدد من الوحوش وننتهز الفرصة المناسبة ونسرق كل النقاط دي منه. وكمان بنشوف الإخوة التلاتة وهم قاعدين يتضربوا مع بعض وهم بيجروا، وكل واحد عايز يمشي من اتجاه مختلف، وده طبعا بعد الفتنة اللي نشرها ما بينهم بطلنا. ولسه لغاية دلوقتي هم مش على وفاق مع بعض. وبنرجع للأستاذ بافيلوف وهو بيقول الاختبار بدأ بالفعل، وهم بعتلنا في الاختبار دوت إن كل طفل لا يوصى بقتل خصومهم أو أعدائهم في الاختبار، بس بيقول إن معنى الكلام دوت إن القتل مش محظور بس توصى بعدم حدوثه بس. وبيقول لنا إن إحنا عشان نحصل على أقل عدد من الخسائر من الأطفال ففي قانون محطوط إن لو حد قتل شخص تاني هيتخصم منه نقاط. عشان كده الأطفال هيحاولوا على قد ما يقدروا ما يقتلوش بعضهم، لأن أهم حاجة دلوقتي هي النقاط. كمان وجود الفرسان الأوصياء هيفيدنا في الموضوع ده جدا للحرص على أقل عدد ممكن من الضحايا. وبينتقل بينا المشهد لداخل الاختبار، وبنشوف أحد الفرسان الأوصياء وهو بيتابع بطلنا وبيكون مكلف بإنه يراقبه. وبنشوفه وهو بيراقبه وبيقول والسيد فيكر ناوي يروح على فين. وخلينا نشوف مهاراته عقد النابغة اللي تميز عن كل إخوته وأطفال باسكرفيل منذ طفولته. ونشوف بطلنا وصل لمنطقة معينة وبيقول إن المنطقة دي نعم عشان كده هتنفع. وبيكمل وبيقول خلي الواحد بقى يبدأ يسترخي ويستمتع وبيتمطع كمان. وده طبعا بيخلي الفارس اللي بيراقبه مستغرب وبيقول يسترخي ويستمتع، هو ده وقته؟ وفعلا بنشوف بطلنا عمال يلم حطب عشان يشعل بها النار، وكمان بيبني بها كوخ ومروق على نفسه على الآخر وراقد تحته وسايبه من الاختبار واللي بيحصل فيه. وعلى الناحية التانية بنشوف إن كل أطفال العائلة اللي عمالين منهم يتضربوا مع بعض واللي بيقاتل الوحوش وكله متهان حرفيا. وبنشوف الفارس اللي بيراقب بطلنا وهو بيقول إن مرت أيام عديدة والولد دوت على حاله من ساعة ما جه، فاكر نفسه في أجازة مش في اختبار. وبخلاف البحث عن الطعام والحطب فهو بيتحركش من مكان وشكله ناوي يقضي الوقت كله مختبئ ولا ايه. وبنشوفه هو ملان كده وبيقول نبغى يبقى أكيد كل اللي كان بيتقال ده مجرد إشاعات، وشكله هيتني مختبئ كده وخلاص. عشان كده مفيش داعي للمراقبة، فأنا هضيع وقت بالأونط. وبيتحرك فعلا من المكان دوت وبيسيب بطننا. أول ما بيمشي بنشوف بطننا وبنعرف إنه كان ملاحظ وجوده من الأول وبيقول أخيرا رحل. ده شكل بطننا ناوي على نية سودا. وبيقول ده الواحد كان فاكر إنه هيتنيه ورايا للأبد. وبنشوفه بيبص للأكل اللي عمال يشوه بيقول إن الشواء ده بيفكرني بأيامي في حياتي السابقة. وبيفتكر بطلنا وهو قاعد مع أحد الجنود ليه في الغابة وبيتكلم الجند ده وبيقول له سيدي تعرف إن حبوب الشوكولاتة أفضل طريقة لهزيمة الوحوش من نوع كلاب الصيد، وخاصة حبوب الشوكولاتة من نوع الكاكاو الدموي. مش بقولك بطلنا كان عنده خطة، بس برضه ما احناش عارفين الشوكولاتة دي بتقضي على الوحوش ازاي. هنعرف ما تقلقش. وبنرجع لبطلنا وهو بيقول حسنا دلوقتي اختفى العائق اللي كان مخلينا ما اتحركش وعرفت اجهز كل حاجة انا محتاجها، خلينا نبتدي الصيد. وبنشوف ان بطلنا بدأ انه يتحرك وبيوصل عند سلك معين كده وبيبقى محطوط عليه يافطة مكتوب عليها ممنوع الدخول، وبنعرف ان ديت المنطقة المحظورة. وطبعا بطلنا ما بيهموش الكلام ده كله وبيبدأ انه يتجه ليها وبيقول ان المنطقة ديت لم يتم اكتشافها بعد، وكانوا بيستعملونا زمان عشان نكتشفها، او بالاحرى كانوا بيستخدمونا كطعم، فلو قضينا على الوحوش كان به.
إنما لو متنا مش هيخسروا كتير برضه. وبيبدأ إنه يتجول في المكان وباين عليه إنه بيدور على حاجة معينة. وبنشوف إن بطلنا بيقف مرة واحدة وبيقول: أخيرا لقيتك. طالما الفضلات اللي بتحترق دي موجودة هنا، يا أخي الله يقرفك، يبقى أكيد هو قريب. وفعلا بنسمع صوت غرغرة ووحش من وراه، وبنشوف الوحش ظهر قدام بطلنا وبيتكلم بطلنا وبيقول: ياه، عدى وقت كبير على رؤيتك يا كلب الجحيم. بنشوف كلب الجحيم دوت، وبنعرف ان خطورته من المستوى بيه وطوله بس حوالي 3 متر. وبنعرف انه كان بيتغذى على نيران وجمر الجحيم. وبيقول لنا بطلنا ان انا في حياتي السابقة ما قدرتش اصطاد وحش زيه الا بعد ما تميت 18 سنة. وطبعا اصطياد طفل يبلغ من العمر 8 سنين لوحش زيه امر مستحيل. بس دوت لو كان الطفل دوت معرفش ازاي يتعامل مع كلاب الجحيم. وبنشوف ان كلب الجحيم ما بيستناش وبيهجم على بطلنا بكل قوة، بس بيتفادى بطلنا بكل سهولة. وهو بيقول ان ديت اول نقطة ضعف فيه، وان هو ما بيقدرش يتحرك غير في خط مستقيم بس. وبيقول بطلنا على الرغم من كده ان هو بيقدر يتكيف مع التغيرات المفاجئة في الحركة لخصمه بكل سهولة. وده فعلا اللي بنشوفه من كلب الجحيم، لانه بيفرمل مرة واحدة وبيتضاير بكل سهولة وبيبص على بطلنا وهو متعصب جدا وشكله ناوي يهجم عليه مرة تانية. وبنشوف ان بطلنا طلع ازازة كده من ايده وبيقول انما بقى نقطة ضعفه التانية انه ما يقدرش يعبر فوق المية حتى لو كانت مجرد قطرات صغيرة مرمية على الأرض. وبطلنا ما بيستناش فعلا، ويبدأ بطلنا إنه يفضي إزازة المية اللي في إيده على الأرض. وفعلا بطلنا ما كدبش لما قال إن أنا مجهز كل أدواتي وعندي خطة محكمة. وبرضه كلب الجحيم ما بيستسلمش وبيبدأ إنه يلف حوالين المية ديت عشان يحاول إنه يهجم على بطلنا. بس بيقول لنا بطلنا إن على الرغم من كده إن حبة المية الصغيرين دول هيبطئوا حركته بشكل كبير على ما يلف الحبة دول. بس انت بتقول ايه يابا؟ حبة مية ايه بس وكلام فاضي ايه؟ كلب الجحيم مش فارق معاه لعب العيال ده كله. وبنشوف انه فعلا وصل عند بطلنا وخلاص فتح فمه وبينقض عليه عشان يقضي عليه. بس بنشوف بطلنا واقف بكل ثبات وبيقول: هي دي الفرصة اللي انا كنت مستنيه. وبيحدف حاجة بايده كده جوه بق كلب الجحيم وبيتفادى ضربته. وبنشوفه بعد ما اتفادى ضربته بيبدأ كلب الجحيم مرة واحدة انه يحس بألم شديد وبيقع مهزوم على الأرض. بنشوف بطلنا وهو بيضحك وماسك الحاجة اللي رماها دي في ايده وبيقول فعلا الكلام اللي كان الجندي ده بيقوله له صح، إن الشوكولاتة الدموية سم قوي للوحوش من النوع الكلاب وبيقضي عليها من مرة واحدة. أخيرا عرفنا إيه فايدة الشوكولاتة دي لبطننا. وما تنساش يا صاحبي إن الحباية الواحدة من الكمية الكبيرة اللي خدها بطننا من بلامور ديت قادرة إنها تعمل 100 لتر كامل من الشوكولاتة. فبالك بقى يقدر يخلص على عدد كلاب جحيم قد إيه. فعلا بطننا كان مخطط لهم ده صح. وبنشوف بطننا وهو بيسحب سيفه بكل شر وبيقول: يبدو فعلا إن كلاب الجحيم ما تقدرش تتغلب على حباية شوكولاتة. وبنشوف بطلنا وهو بيغرس سيفه في جثة الكلب الجحيم اللي قدامه وهو بيقول إن المعدة والقلب الأضلاع الصلبة بتحميه، وإن أفضل مكان عشان أستمد منه طاقة الكلب الجحيم اللي قدامي وأزود بيها هالة سيفي. ولو تفتكر يا كبير إن أنا فهمتك إيه هي مراحل السيوف القوية في الجزء الأول، وديت هي الطريقة عشان بطلنا يقدر بقى يزود هالة وقوة سيفه. وفعلا بطلنا ما بيستناش وبيبدأ إنه يسحب طاقة وهالة كلب الجحيم لسيفه، وبيبدأ إنه يقول إن اصطيادي للشياطين لمدة 10 سنين كاملين خلى الخبرة تتراكم في جسدي وعلمني إزاي أتعامل مع وحوش زي دي. بنشوف بطلنا وهو فرحان وعمال يجرب قوة سيفه الجديدة وبيقول: أنا حاسس إن سيفي دلوقتي بقى أخف وزن من الأول، وعلى المعدل ده هقدر أوصل لقوتي الكاملة اللي كنت حققتها في حياتي السابقة كلها، ودوت بس قبل ما أبلغ سن الرشد. وبالك بقى يا زميلي بالقوة اللي هيبلغها بعد سن الرشد كمان. وبنشوفه وهو بيبص لقصة الوحش وبيقول: أنا نفسي أشوف تعبير وش هوجو لما يعرف إن طفل عنده 8 سنين بس قدر إنه يهزم وحش من الدرجة دي لوحده. وبالطريقة ديت هقدر أحصل على المركز الأول في الاختبار بكل سهولة. وبقول لنا إن الكلام ده كله مش فارق معايا، بس أنا لازم أحصل على جائزة المركز الأول. وبقول لنا إنها جايزة ضخمة جدا وهتفيدني أوي، وأنا في حياتي السابقة مكانش عمري أحلم إن أنا أحصل عليها حتى. وبقول إن دلوقتي مفيش حد في العصر دوت لسه عارف قيمتها الحقيقية، عشان كده أنا اللي هحصل عليها وأحتكرها لنفسي. وبكل لسه يبدأ إنه يقطع راس كلب الجحيم عشان ياخدها معاه في تقييم الاختبار. بنشوف إن في كلب جحيم تاني بدأ إنه يتحرك من وراه، فبيلاحظوا بطلنا وبيبص وراه فبيتفاجئ بقطيع كامل من كلاب الجحيم.
فبيبص بطلنا على الجثة اللي قدامه وبيقول ده شكلهم سمعوا صوت صراخك الأخير قبل ما تموت، وباين عليهم كمان جايين للانتقام. ما تقلقش ما تقلقش، هبعتهم ليك في أقرب وقت. ومن جحود بطلنا كمان إنه بيقطع رقبة الجثة اللي قدامه، قال يعني بيعلن عليهم الحرب وكده ومش همه. وبيمسك راس كلب الجحيم في ايده وبيقول لهم انا كده كده مكنتش ناوي ان اصطاد واحد، بس تعالوا لي. بس بنلاحظ ان في هالة مرعبة ظهرت ورا بطلنا، لدرجة ان كلاب الجحيم اللي قدامه ماتت من الرعب. فبيستعجب بطلنا من تعابير وشوشهم وبقول لهم ايه ده، كل الخوف اللي انتوا فيه ده من طفل عنده 8 سنين بس؟ ايوه يا حبيبي، ما انت مش شايف اللي وراه. وبيتكلم بعجب وبيقول بس ده مستحيل، اللي معروف عن كلاب الجحيم انها بتفضل الموت عن الاستسلام. واخيرا بيقرر بطلنا انه يبص وراه وبيتفاجئ بوحش ب3 رؤوس قدامه، وبنعرف ان دوت الوحش سيربروس العظيم. وبنشوف بطلنا ظهر عليه الخوف والقلق وبيقول سيربروس ده وحش خطير جدا. من الدرجة ايه؟ بس ازاي قدر وحش من المستوى السابع زي ده انه يوصل للمنطقة اللي بتعيش فيها الوحوش اللي من المستوى الاول الضعيفة؟ بس بيقول بطلنا هو ايه ده، هو بينزف ولا ايه؟ وبنلاحظ فعلا ان في اسهم في جسم الوحش سيبروس وجسمه كله عمال ينزف. وبيقول بطلنا هو كان بيتقاتل مع حد ولا ايه؟ وبيكمل وبيقول بالتفكير في الامر انه عشان يوصل من منطقته لهنا اكيد مر من الجبال، واكيد ان في قبيله من القبائل البربريه اللي بتعيش هناك هجمته وحاولت انها تقضي عليه. واللي خلاه يوصل لحد هنا انه كان بيحاول انه يهرب منه. بس بيفرح شويه كده وبيقول ان دي فرصه بالنسبه لي، وحش من التصنيف ايه وكمان عنده اصابات خطيره زي ديت، ده انا هحصل على ملايين من النقاط لو قدرت اقضي عليه. بس ده انت شغلك بتحلم يابا، ده انت هتشوف الويل. وبنعرف ان السيف بطلنا دلوقتي في المستوى التاني وخلاص قرب على التالت في السيف بتاعه. وبيكون المستوى دوت لا ضعيف ولا قوي قوي، وبيرفع بطلنا سيفه وبيستعد للقتال وبيقول ان ديت فرصه بالنسبه لي، واكيد كلاب الصيد مش هتجرؤ انها تتدخل في قتال زي ده، وهتخاف انها تتقتل من الوحش دوت اصلا، عشان كده مش هكون مشتت عنه. بنشوف بطلنا وهو بينطلق بكل قوته على الوحش سيربروس الاسطوري وبيحاول انه يقضي عليه. يا اخي انت امير قوي. وبينزل فعلا بسيفه على راس الوحش، بس الوحش ما بيتأثرش وبيهجم عليه بأحد رؤوسه وبيعضه من الدراع. بس بيتفادى بطلنا هجمته في ثانية وبيلوح بسيفه، فبيتراجع الوحش لورا. وبنشوف ان الثقة زادت شوية عند بطلنا وبقول انا اقدر اهزمه بالجرح ديت، اقدر ان انا اقضي عليه كمان. وبنفهم ان بطلنا قدر انه يجرح وحش قوي زي دوت في المستوى ايه برغم قوة سيفه الضعيفة لسه، وده بسبب خبرته في استخدام السيوف في حياته السابقة. بس كل دوت ولا حاجة لأنه ما عملش غير خدش بسيط بس في سيربروس برغم إنه مصاب حتى. بس بيتفاجئ بطلنا وإحنا كمان بنتفاجئ لأن سيفه بيتكسر ويتفتت مرة واحدة، وده بسبب الهجمة اللي هجم على سيربروس. وكان عنده ثقة إنه يهزمه. أنت شغلك هتموت النهاردة يا فكير. والوحش ما بيستناش وبنشوفه وهو بيهجم هجمة مباشرة قوية جدا على بطلنا وبيطيره بعيد وبيلزق بطلنا في شجرة من اللي وراه. وبنشوف إنه اتصاب إصابة قوية جدا لدرجة إنه بدأ ينزف دماء من بقه. لا وكمان بطلنا بيقع على الأرض مغمى عليه. والله زي ما سمعتوا كده كل ده حصل لبطلنا إن هجمة واحدة بس من الوحش سيربروس الأسطوري. بس ما تنسوش إنه بيقاتل وحش من الرتبة إيه اللي بتعتبر خطورته عالية جدا. وبطلنا قال لنا إنه في حياته السابقة كان علشان يقدر إنه يهزم كلب الجحيم اللي رتبته بي كان بعد بلوغه سن الرشد، يعني بعد 18 سنة تقريبا. ما بالك بقى وحش قوي زي ده من الرتبة ايه، ومهما بلغ قوة بطلنا فهو لسه طفل عنده 8 سنين بس. وبنعرف ان سيربروس ده وحش مستوى خطورته ايه وحجمه 7 متر، يعني ضعف حجم كلب الجحيم. والمفروض موقعه جبال هوكسان مش جبال الأحمر والأسود خالص. بس احنا عرفنا خلاص هو وصل لحد هنا ازاي لما بطلنا كان في اختبار العملي وكان بدأ انه يخلص على كلاب الجحيم زي ما كان مخطط. وفعلا قدر انه يعمل كده باستخدام حبوب الشوكولاتة اللي استخلصه من الكاكاو الدموي اللي كان خده كمكافأة من أبوه بعد ما عرف إنه طلع الأول في الاختبار الكتابي، وكمان أعجب برده عليه في مسألة قتاله مع أخواته. بس تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن يا كبير، لأنه كان من حظ بطلنا السيء جدا إنه في اختبار العملي ده هو خلاص كان فرحان إنه خلص على كلب من كلاب الجحيم دول، وكان بيستعد إنه يقتل عدد أكبر منهم عشان يحصل على أكبر عدد من النقاط ودوت عشان يحصل على المركز الأول في اختبار العملي
ويقدر إنه ياخد ويطلب من أبوه الجايزة والمكافأة اللي عينه عليها، واللي بنكون لغاية دلوقتي ما احناش عارفين ايه هي. بس في وسط كل ده كان من حظ بطلنا السيء، لا السيء جدا كمان، إن هو بالوحش من المستوى ايه اللي بيعتبر من أقوى المستويات، وهو الوحش سيربروس الأسطوري. وشوفنا ازاي في الجزء اللي فات إن بطلنا دخل معاه في قتال شرس جدا، لا وكمان اكتسب بعض الشجاعة شوية لما شاف إن الوحش دوت كان متعرض لبعض الإصابات اللي قدرت القبائل البربرية إنها تصيبها له عشان تخلص عليه، والوحش في طريقه لهنا. بس برضه الوحش قدر إنه يهرب منهم، وصل لحد بطلنا. وجود الإصابات دي ادى الثقة شوية لبطلنا، وفهم إنه يقدر بقوته الحالية إنه يخلص عليه، وده طبعا بسبب الإصابات اللي متعرض لها الوحش. بس شفنا إن كل الثقة اللي كانت عند بطلنا دي راحت على الفاضي لما لقى السيف بتاعه، وبرغم قوة السيف بتاعته اللي وصل لها اتدشدش واتكسر لما بس حاول إنه يهجم على الوحش سيربروس ده. لا وكمان إنه بهجمة واحدة الوحش سيربروس ده قدر إنه يطيره لآخر الدنيا ويلزقه في الشجرة اللي وراه، ووقع على الأرض. ولحد هنا كان خلص آخر جزء من حكايته. وبنشوف بطلنا بعد ما تلقى الهجمة القوية ديت فقد وعيه للحظات، بس بيقدر إنه يستعيد وعيه تاني، وبيقول في نفسه أنا مش مصدق إن أنا قدرت أفوق بعد الهجوم القوي ده. بس مرة واحدة بيحس بألم شديد في دراعه الشمال، وبيبص على دراعه بيلاقي إن إيده اتمزقت واتدشملت حرفيا، وبيكون مش قادر إنه يحركها. وبيقول في نفسه بغض النظر عن مدى الإصابات اللي متعرض لها سيربروس، إن هالمة زي دي كانت كفيلة إنها تموتني وتقضي عليا نهائيا، ولولا صلابة جسمي اللي اكتسبتها من العوم في نهر ستيكس الأسطوري كان زماني ميت دلوقتي. بس بيقطع حبل أفكاره ده هجوم الوحش سيربروس عليه بهجمة قوية جدا، بس بيقدر بطلنا في آخر لحظة إنه يتفاداها، وبيخبط سيربروس في الشجرة اللي كانت ورا بطلنا وبيدمرها. وبيقول بطلنا في نفسه وهو باين عليه القلق إن قوتي دلوقتي مش هتساعدني إن أنا أهزمه. عشان كده الصياد المحترف في موقف زي ده لازم يستخدم دماغه وذكائه. وبيبص له سيربروس عشان يهجم عليه مرة تانية وبيستعد، بس بطلنا ما بيستناش وبياخد ديله في اسنانه، وبيقول الجري نص الجدعنة وبيطير من قدامه. بس طبعا الوحش سيربروس ما بيسيبوش وبيكمل الهجوم عليه وبيجري وراه. وبيقول بطلنا لولا الإصابات اللي في جنبه كان زمانه قبض عليا دلوقتي ومزقنا حرفيا، فشكرا أيها البربريو، لولاكم كان زماني ميت دلوقتي. يا عم خليك في اللي انت فيه، شكرا ايه بس انت هتتمرجح حال. ونشوف بطلنا السلك قدامه اللي كان محاوط المنطقة المحظورة، وبيقول لو انا قدرت اخرج من هنا هقدر ان انا انفذ خطتي عليه. وفعلا ما بيستناش وبينط من فوق السور وبيكمل جري، وسيربروس لسه وراه وبيدمر السور اللي في وشه وبيكمل جري وراه. وبنشوف بطلنا بيجري بكل سرعته وبيقول هو فين هو فين، انا متاكد ان انا كنت سايبه هنا. وبيبص قدامه على حاجه معينه وبيقول اخيرا وجدته، وبيكمل جري بكل سرعته في اتجاه الحاجه اللي شافها، وبيقول خلاص قربت اوصل، ما بقاش الا حاجه بسيطه قوي. بس بيكون الوحش سيربروس وراه بالمرصاد، وبيكون على بعد خطوه من انه يقضي عليه. بس مره واحده بينط بطلنا وبتشقلب بحركه بهلوانيه كده وبيتفادى حاجه معينه قدامه، وكان خلاص الوحش سيربروس على وشك انه ياكل دماغه. بس بيتفاجئ الوحش انه داس على فخ معين، ومره واحده بيصرخ من الالم وبيقع بطلنا على الارض، وبيقول له اهلا بك في فخ مهد السكاكين. وبنشوف الوحش سيربروس وهو متدشمل حرفيا وبيصرخ من كتر الالم بسبب كميه السكاكين اللي عماله تخرج من تحت الارض وعماله تخرم في جسمه كله. وبيقول بطلنا انا كنت عامل الفخ دوت للتعامل مع كلاب الجحيم لما يكتر عددهم عليا، لان انا كنت عارف ان مهما كنت قوي فجسمي لسه ضعيف وصغير جدا وما وصلتش للقوه المطلوبه. بس مش هتفرق كتير، كلاب الجحيم من السيربروس يعتبروا حاجه واحده، ما يفرقوش عن بعض كتير. وبنعرف ان بطلنا كان عامل فخ لكلاب الجحيم، وكان عباره عن سكاكين تحت الارض وحاطط عليها شوكولاته دمويه. وفعلا بنشوف ان الوحش سيربروس اتأثر بالسيوف دي وبدأت انها تسممه زي كلاب الجحيم بالظبط. بس بنتفاجئ كلنا انها قدرت تقضي على راسين بس من الوحش، ولسه في راس موجوده. بس بنشوف بطلنا انه مش همه وبيقول كده ما عادش قدامي الا الحل النهائي، وكان ده كله متوقع من وحش قوي زي ده. وبنشوفه مسك رمح في ايده واطلقه على الوحش بكل قوته، وبنشوف ان الرمح فعلا قدر يسيب الوحش. وبدأ الوحش سيربروس انه يصرخ من كتر الالم، بس برضه ما وقعش وفضل مكمل طريقه عشان يقضي على بطلنا. بس بنشوف بطلنا واقف قدامه بكل ثقة وعمال يعد. بتعد ايه يا ابني، هو ده وقته؟ ويقول 1 2 3، والوحش برضه مكمل ناحيته وناوي انه يخلص عليه. بس بطلنا بيكمل عد 4 لحد ما بيوصل رقم 7، وخلاص بيكون الوحش سيربروس قدامه. بس فجأة مرة واحدة بدون سابق انذار بيقع الوحش قدام بطلنا من غير ما يلمسه، او منكونش عارفين ايه اللي حصل. بس بنشوف بطلنا بيقول
7 خطوات بالظبط. فعلا الإشاعة كانت صحيحة، وبيقول لنا بطلنا إن دوت مش زي أي رمح عادي، ده كان سن عبارة عن سن من سنون الأفعتين السامتين اللي كانوا حاولوا يخلصوا عليه وأنا صغير، وحد كان بيحاول إنه يختن، وكويس إن أنا خبيتهم وهو طفل رضيع لو تفتكر. وفعلا بطلنا كان مخطط ومجهز لكل حاجة. وبنشوف بطلنا بيقول أخيرا ال3 رؤوس خلاص ماتوا، وكده قدرت إن أنا أقضي عليه. وبيكون حواليه الهالة بتاع الوحش سيربروس العظيم. وبقول بطلنا أنا مش عارف دلوقتي أفسر إزاي إن أنا قدرت أقضي على وحش قوي زي ده لوحدي. بس بيكمل وبيقول أكيد الفارس الحارس اللي كان بيراقبني هو اللي هيثبت ده، لأنه شافني وأنا عمال أشحذ وأصنع الرمح دوت وأنا قاعد عند كومة النار. القطار بطلنا لما كان بيقول أنا قاعد وبستمتع بوقتي ما كانش بيستمتع ولا حاجة، بل كان عمال يصنع في الرمح دوت وعمال يجهز في الأفخاخ دي كلها، وكان مرتب لكل حاجة. وبيكمل وبيقول لنا إنه دلوقتي في حاجة أخيرة لازم إن أنا أعملها. بعرفنا وبيقول لنا إن وحش السيربروس ده يعتبر وحش من أنواع حارسين البوابات، وعادة بيكون واقف كحارس على بوابة معينة وبيدافع عن أرضه. وبيقول أكيد في زنزانة أو مغارة هنا، مكان محدش اكتشفه لحد دلوقتي ومليء بالكنوز والشياطين القوية، وهو ده اللي سيربروس كان بيحاول إنه يحميه. ومع موت حارس البوابة اللي هو سيربروس، فالزنزانة دلوقتي تعتبر إنها فارغة ومن غير أي حراسة خالص. وبيبدأ بطلنا إنه يستعد، وبيقول كويس إن التربة هنا جافة ودوت عشان أقدر أتتبع أثر أقدامه. وفعلا ده اللي بيعمله، وبيتتبع أثر أقدام الوحش سيربروس وبيبدأ إنه يدور على المغارة دي. وفعلا بيقدر بطلنا إنه يلاقيها وبيوصل لها وبيقول أكيد هي دي المغارة اللي كان سيربروس كان بيحرسها، وأكيد وحش قوي زي ده بيحرس حاجة ثمينة جوه. وبيبدأ بطلنا إنه مضيعش وقت وبيدخل جواها وبيقول أنا فاكر إن أنا جيت هنا في حياتي السابقة، وكانوا اكتشفوا المكان دوت بس بعد 10 سنين من دلوقتي، ولما لقوه كان فارغ ومفيهوش أي حاجة. بس بيقول أكيد دلوقتي كل كنوزه موجودة جوه، وخلينا نعرف اللي كان الوحش القوي دوت بيحرسه. ويبدأ بطلنا إنه يدخل جوه ويتعمق جوه وبيقول أنا شم ريحة منافس إيدي أقرب لرائحة جثة. وبيكمل في طريقه وبيقول المكان أعمق مما توقعت. وبيلاحظ إن في الجدران بدأ إنه يظهر أنوار حمر شكلها غريب، وبيتفاجئ أكتر إنه بيلاقي في آخر المغارة اللي هو فيها ضوء قوي، وبيستعجب وبيبدأ إنه يتجه ناحيته، وبيلاقي إن مصدر الضوء القوي ده ياقوتة حالتها قوية جدا. ويبدأ إنه يقرب منها، بس بيتفاجئ إن ورا الياقوتة ديت جثة، ومن شكلها بيعرف إن مر على وجودها هنا سنين كتيرة جدا، وده لأنها متحللة بالكامل. بس بيتفاجئ أكتر لأنه بيلاقي ورقة موجودة جنبها، وبيبدأ بطلنا إنه يوطي ويشيل الورقة دي عشان يقرأها، وبيلاحظ إن الجثة اللي قدامه ديت ميتة بطعنة سيف. ويبدأ بطلنا إنه يقرأ الورقة اللي لقاها ديت، وبيكون الشخص اللي كاتبها مستعر أصلا إنه يكتب اسمه، وبيقول إن أنا هدنس ورقة نضيفة زي ديت بكتابة اسم عليها، وشكله ندمان على حاجة عملها لدرجة إنه مستعر يكتب اسمه. وبيقول إن القصة ديت تم تسليمها من جيل لجيل عبر عائلة باسكرفيل. فبيستعجب بطلنا إن عائلة باسكرفيل مذكورة في الموضوع. وبيكمل الشخص اللي كاتب الرسالة وبيقول أنا سبت الرسالة دي موجودة هنا عشان أوعي الشخص اللي هيقرأها وأي حد يجي من بعدي وما يرتكبش نفس الخطأ اللي أنا عملته. هي يا ابني عملت إيه ده كله؟ وبيكمل وبيقول إن كان في أسطورة في عائلتنا عائلة باسكرفيل عن وجود زنزانة قوية جدا، واللي هي الزنزانة دي وأنا وأخي كنا في مهمة معينة وصادفنا هذا المكان. فلما شفنا الياقوتة عرفنا إن هي ديت المغارة اللي كانت بتتكلم عنها الأسطورة. وبقول إن إحنا اتغلبنا على صعاب كتيرة جدا وقاتلنا عدد مهول من الشياطين عشان نوصل للغرفة دي. وبقول بس لما وصلنا هنا كان موجود مهمة أخيرة المفروض نتمها عشان نخلص اللي كنا جايين نعمله. وبقول إن إحنا بس قعدنا نفكر في المهمة ديت وكيفية التصرف في حلها لمدة 3 سنين كاملين. وبيستعجب بطلنا من الرقم وبقول قعدوا يخططوا للمهمة 3 سنين للدرجة دي؟ كانوا عايزين الكنز ده بشدة، ولغاية دلوقتي ما نعرفش الكنز اللي كان الأخوان دول عايزينه واللي الأسرة كانت بتحدث عنه. بس بقول بطلنا أكيد المهمة اللي اتكلفوا بيها ديت موجودة في مكان هنا في الغرفة دي. وبيبدأ بطلنا إنه يدور، وفعلا بيلاقي المهمة مكتوبة على العمود أو النصب اللي موجودة فوق الياقوتة. وبيبدأ إنه يقرأ محتويات المهمة، وبيبقى مكتوب في المهمة ديت عندما يدخل واحد لابد أن يخرج واحد، وعندما يدخل 2 يخرج واحد أيضا. وبيكمل الشخص اللي كان كاتب الرسالة وبيقول لنا إن أنا وأخويا قعدنا نتأمل في السؤال دوت والعبارة ديت لفترة طويلة جدا، لغاية أما وصلنا لإجابة واحدة وحل
ما كناش نتمنى إننا نوصل له. وبيقول إن أنا وأخويا أصلا كنا في رحم أمنا توأم، وكنا بنعتبر كواحد، وكنا في كيس واحد، بس لما خرجنا للعالم خرجنا كتوأم كإسنان. عشان كده معنى العبارة إن اتنين دخلوا فواحد فينا بس هو المفروض إنه يخرج ونرجع كواحد تاني. إيه يا ابن الهبل اللي انتوا بتقولوا ده؟ عشان كده هما الاتنين بيقرروا إنهم يقاتلوا بعض، واحد فيهم بس هو اللي يقدر ياخد الحاجة اللي هما جايين ياخدوها ويخرج من هنا. وفعلا بيفضلوا المعركة، واحد من الأخوين بيقدر إنه يموت أخوه التاني، وبتكون هي ديت الجثة اللي موجودة قدام بطنه، والشخص اللي عاش هو اللي كاتب الرسالة، وبيقول إن أنا الأمر انتهى بيا إني قتلت أخويا بعد معركة شرسة جدا، وأنا الوحيد اللي بقيت في الغرفة الحجرية. بس حسيت بالندم والصدمة، لأن بعد ده كله وبالرغم من اللي أنا عملته إن الغرفة متغيرش فيها أي حاجة وما حصلش أي تغيير، وبرضه ما حصلناش على اللي إحنا خدناه. يا ابن الغبية، يعني قتلت أخوك اللي من لحمك ودمك عشان غرض في الآخر أنت كمان معرفتش تاخده؟ والله تستاهل يا ابني، بتضحي بأخوك اللي من لحمك ودمك عشان حاجة أنت عايزها؟ والله لو كنوز الدنيا كلها. واللي يضحكك إن أنت في الآخر برضه ما خدتش اللي أنت عايزه، بس والله ده اللي تستاهله. لأن يا ابني الأخ مش مجرد سند، الأخ هو لو الدنيا كلها خذلتك هو اللي عمره ما يسيبك، بس بيموت من الحسرة والندم لما بيلاقي إن الغرفة اللي فيها مفيش حاجة فيها اتغيرت. بعد ما استوعب جثة أخوه قدامه جاي تندم بعدها يا حبيبي، ما خلاص. وكمان خرج من المغارة وهو ما حصلش على أي حاجة، بل شايل ذنب موت أخوه على كتافه. وده طبعا بعد ما كتب الرسالة ديت وسابها جنب جثته، وبيكون كاتب في نهاية الرسالة: يلا هتلاقي الرسالة ديت آخر نصيحة أقدر إن أنا أديها لك، اخرج من هنا على الفور، لأن مهما عملت مش هتقدر تحصل على حاجة من المغارة اللي بتسخر من الناس دي. وبنرجع لبطلنا وبيقول يعني نهاية الحوار الحمضان ده إن أنت جيت أنت وأخوك هنا عشان تحصلوا على حاجة مهمة جدا، لدرجة إنها خلتك زي الغبي قتلت أخوك علشانها، مع إن مفيش حاجة تستاهل كده، وفي الآخر ما قدرتش تحصل على أي حاجة. وبيقول طالما محتويات المغارة ديت كانت مهمة بالنسبة للتوأم دول أوي كده، فأكيد هي هتبقى مهمة بالنسبة لي. وبيقول إن أكيد اللي خلاهم معرفوش ياخدوا محتويات المغارة ديت إنهم أساءوا تفسير النص وما قدروش يحلوا اللغز بشكل صحيح. وبيحاول إنه يحل اللغز ده تاني ويبدأ إنه يقرأ فيه واحدة واحدة، وبيقول في نفسه: فكر فكر، مهما كان مفيش مغارة محدش يقدر إنه يحلها، وكله له حل. وبيبص في المغارة حواليه عشان يفهم اللغز، فبيلاحظ حاجة معينة في الجثة اللي مرمية قدامه، وبيقول يبقى الأمر كده بقى. وبيبان عليه إنه اكتشف حل اللغز ده. وبيكمل وبيقول لنا إن الإخوة التوأم دول كانوا أغبياء جدا، وكمان حظهم سيء، وكانوا بيفكروا بصورة نمطية، مع إنك كان لازم تفكر بره الصندوق. ويبدأ إنه يقرب من الياقوتة اللي موجودة في نص الغرفة وبيفهمنا حل اللغز. وبيقول لنا إن الفرق ما بين الغرفة اللي أنا فيها دلوقتي ديت والنفق اللي أنا كنت ماشي فيه عشان أوصل لهنا، إن النفق كله مظلم، أما الغرفة ديت مضيئة بسبب الياقوتة اللي في النص. ما تفهمنا يا عم عايز توصل ليه؟ بيقول لنا يا صاحبي إنك في النفق المظلم ما بيبقاش لك ظل، فبتعتبر شخص واحد داخل المغارة، أما أول ما بتوصل الغرفة المضيئة ديت بسبب الحجر الياقوت بتعتبر شخصين اتنين، وده بسبب الظل اللي بيظهر ليك بسبب ضوء الياقوت. عشان كده لما بتيجي تخرج تاني المغارة بتعتبرك شخصين مش شخص واحد. ودوت على عكس المهمة الأخيرة اللي كانت بتقول لو دخلت شخص واحد لازم تطلع كشخص واحد. وبيكمل بطلنا بيقول عشان كده لازم الغرفة تعمها الظلام هي كمان، ما بتضيعش صاحبنا وقت وبيكسر الياقوتة اللي قدامه دي. وفعلا بنشوف إن بطلنا كان جاوبه صح، وبتبدأ الياقوتة اللي متكسرة ديت تشكل حواليها هالة مرعبة وتفتح ممر تحت الأرض. وأول ما بيشوف بطلنا اللي موجود جوه بيظهر على وشه علامات الفرحة وبيقول يبقى دوت كان سبب قتل الإخوة لبعضهم البعض وانتظارهم 3 سنين هنا. وبنشوف إن قصاد بطلنا سيف شيطاني مهول القوة، شكل نقطة ضعف بطلنا الوحيدة هيقدر إنه يتغلب عليها، واللي هي كانت قوة سيف اللي اتدغدغ في مواجهته قصاد وحش سيربرس الأسطوري. وبيقول بطلنا يبقى دوت أثر من بقايا كهف شيطان، وبيبدأ إنه يقرب على السيف وبيقرأ اللي مكتوب تحته، وبيبقى مكتوب إن فقط دماء عائلة باسكرفيل يمكنها سحب سيف بلزبوب العظيم. لما بيقرأ بطلنا الاسم بيستغرب وبيقول بلزبوب والأثر ده موجود هنا. وبيقول لنا إن أنا لما كنت طفل في حياتي السابقة أنا فاكر إن أنا شفت حكاية السيف ده في كتاب أسطوري. وبيقول لنا بطلنا إن الأسطورة بتقول إن ملك الشياطين القوي لما ظهر نشر 7 من شياطينه اللي كانت تشبه الحيوانات وكانت أكل لحوم البشر، وكانوا يعتبروا أقوى الشياطين في جيشه، نشرها في كل أنحاء العالم ومكانش حد قادر إنه يقف قدامهم. وكانت الكارثة ديت اسمها الكارثة ال7.
وبيكمل وبيقول إن الأسطورة بتقول إن عشان نمنع الكارثة السبعة ديت، إن رؤساء العائلات السبع الكبرى اتفقوا مع بعض واتجمعوا كلهم، وتكلف كل واحد فيهم إن يتعامل مع زعيم شياطين من الزعماء اللي قدام. وبيقول لنا إن زعيم عائلة باسكرفيل في الوقت دوت وأقوى شخص كان فيها هو اللي واجه الذبابة الشيطانية دي بليزيبوب، وفعلا قدروا نقضي عليه بعد معركة قوية وطويلة جدا. وكان بيقال أيضا إن تم الاحتفاظ ببقايا الوحش الشيطاني دوت بعد تدميره في ملكية عائلة باسكرفيل، بس كنا بنعتبر ده كله أسطورة قديمة محدش عمره صدقها، لأن محدش قدر إنه يلقى بقايا الشيطان بليزيبوب ده أبدا. بس بيبص للسيف الشيطان اللي قدامه وبيقول شكل كده الأسطورة طلعت حقيقية. وبيقول إن في حياة السابقة السيف الشيطاني ده سقط في إيد الشياطين واتقتل بيه عدد مهول جدا من البشر في ساحة المعركة. بيقول بس دوت مش هيحصل تاني أبدا، وبيمد ايده عشان ياخد السيف وبيبدأ إنه يسحبه وبيقول ودوت لأنه هيبقى ليا دلوقتي. بس مرة واحدة بيختفي السيف من قدام بطننا وبيدخل جوه إيده، بيتحول لهالة وشكل غريب كده ويبدأ إنه يدخل جوه إيده وجسمه. بيكون بطننا مش فاهم إيه اللي بيحصل له ده، وبنشوف مكان دخول السيف الشيطاني ده ويبدأ يحصل تغيرات في إيد بطننا، ومرة واحدة بيخرج من إيده السيف الشيطاني بشكل فخم جدا، وبشكل السيف بقى جزء من بطننا صاحبي. وبنشوف بطننا وهو بيقول إن أنا مكنتش متوقع أبدا إن أنا في حياتي ديت أحصل على سيف مصنوع من أحد شياطين الجحيم الأقوياء، ولا عمري كنت أفكر في حاجة زي دي. خلينا نشوف لأي مدى هتوصل قوتي في الحياة دي. ده شكل بطننا هيبقى قوته مهولة صح، ده كل دوت وهو لسه عنده 8 سنين بس، قبلك أما يكبر شوية. وبنشوف بطننا بعد ما خلص اللي كان جاي عشانه وقدر يحصل على السيف الشيطان الأسطوري ده، وهو بيقول أظن كده ما عادش في حاجة تانية أقدر إن أنا أكسبها من هنا، وخلاص حان دلوقتي وقت العودة. بس مرة واحدة بنشوف بطلنا حس بألم شديد في معدته، لدرجة كمان إنه استغرب الألم ده ووقع على الأرض من كتر الألم، وحس بدوخة شديدة وبقول هو إيه اللي أنا فيه ده؟ أنا حاسس بجوع شديد أوي، بس مش لدرجة الألم القوي ده. بس بيبص على السيف اللي في إيده وبقول ده شكله عمال يسحب طاقته كلها، والسيف ده جعان جدا. وبيبدأ إنه يجي على نفسه ويقوم من مكانه وبيحاول يتحرك عشان يخرج من جوه الكهف ده، وبيكون برضه لسه ماسك معدته وبيقول لنا أنا حاسس بجوع لا نهاية جنوني. وبيكمل وبيقول كمان أنا حاسس برائحة شيء لذيذ جدا جاي من الناحية دي. ومرة واحدة بنشوف السيف بدأ إنه يخرج من إيد بطننا وبيشده لا إراديا ناحية مكان معين كده، بالشكل دوت المكان اللي فيه الطعام اللي يقدر يغذي سيف شيطاني زي ده. وفعلا ما بيكونش قدام بطننا غير إنه يمشي ورا السيف ده، وبنشوفه بيوديه عند جثة الوحش ستربروس اللي كان بطننا قتله قبل ما يدخل المغارة. فبيستغرب بطننا طبعا، وبنشوف السيف بيمتد بيغرز نفسه في جثة الوحش وبيبدأ إنه يتغذى على جثة الوحش. بقول بطننا يبقى أكيد جفاف التربة والأشجار في المنطقة ديت كان بسبب جوع بليزيبوب المجنون ده، وأكيد كان بيمتص منهم طاقة الحياة دايما عشان يغطي الجوع الشديد ده. وبنشوف إن السيف رجع لإيد بطننا تاني، بس مرة واحدة بيظهر نظام لبطننا وبيقول الأكل الشرعي لبليزيبوب. وبنشوف إن ظهر لبطننا 3 خانات، الخانة الأولى مكتوب فيها قوة نزيف كلب الجحيم من الفئة بي، وبنشوف إن الخانة التانية والخانة التالتة فاضيين. بيقول بطننا هو إيه اللي ظهر لي ده؟ يا ريت مهارة الشيطان بليزيبوب ولا إيه؟ ويبدأ إنه يفتكر كده ويقول الأكل الشرعي لبليزيبوب. بيقول أنا فعلا قريت قبل كده في الكتاب اللي كان بيتكلم عن أسطورة بليزيبوب إن كان عنده قدرة اسمها الأكل الشرعي لبليزيبوب، والقدرة ديت كانت قادرة على إنه يجعل قدرة الشخص الآخر ملكه. مش بقول لك يا صاحبي القصة داخلة معانا في منحنى أسطوري؟ يعني معنى الكلام يا كبير إن السيف بليزيبوب ده من خلال قدرة الامتصاص بتاعته يقدر إن يخلي قدرة الشخص اللي قدامه ليه. وبقول لنا بطلنا إن القدرة ديت قدر بيها بليزيبوب إن يحرم عدد كبير جدا من الناس من قدراته وخلاهم بلا قوة. وبيقول إن القيمة اللي ظهرت قدامي دلوقتي ديت إن حدود قدرة الامتصاص بتاعته دي هي اكتساب 3 مهارات، أو بالأحرى يبقى لي مهارتين. لأن المهارة الأولى خلاص أنا اكتسبتها اللي هي مهارة نزيف كلب الجحيم. وبعرفنا بطلنا أكتر على المهارة دي وبيقول لنا إن المهارة دي بتخلي خصمك لو مجروح جرح إن شاء الله جرح سطحي أو صغير جدا، فالمهارة ديت بتقدر إنها تحفز نزيف الجرح دوت وسحب الدم منه لحد ما تسهل مهمتك في إنك تقضي على الخصم اللي قدام. وبصراحة أنا شايف إنها مهارة جامدة جدا، فأنت لو قدامك خصم حتى لو كان مخدوش بس تقدر إنك تستغل الخدش ده وتخليه ينزل بطريقة كبيرة جدا. ومهارة زي دي كانت هتنفع بطلنا قوي في قتاله مع الوحش سيربروس، وده بسبب الإصابات الكبيرة اللي كانت عنده. ما علينا، بيكون بطلنا طبعا فرحان بسبب قدرته الجديدة اللي اكتسبها وهي سرقة المهارات. بس مرة واحدة بنشوف إن السيف خرج من إيده مرة تانية وبدأ إنه يخترق جسم جثة الوحش تاني عشان يكمل أكل. إيه يا ابني أنت لحقت تهضم ده كله؟
وبيكون بطلنا زهقان منه وبيقول شكله هياكل جثة الوحش كلها، وده اللي أنا مش عايزه عشان هحتاج أجزاء منه. وهم بيشرحوا الجثة في نهاية الاختبار وأقدر أثبت لهم إن أنا قتلت وحش قوي زي ده. وبيكون برضه السيف مكمل امتصاص في الوحش اللي قدامه، ويبدأ بطلنا إنه يخبط عليه عشان يرجع مكانه تاني، وعمال يقول له كفاية كده. وبنشوف إن النظام ظهر لبطلنا تاني، وبنلاقي إن التلات خانات كلهم اتملوا، وبنشوف إن خانة فيهم مكتوب فيها نزيف كلب الجحيم، ودي خلاص المهارة والقدرة اللي فهمناها وفهمنا إزاي بتشتغل. وبنلاقي إن في خانة تانية مكتوب قدرة حرق كلب الجحيم، واللي بيبان عليها مهارة قوية جدا لأنها من المستوى A. وفي الخانة التالتة مكتوب قدرة التجديد السريع للفأر البني، وديت المهارة الوحيدة اللي بيستغرب لها بطلنا، لأن زي ما انتوا شايفين كده دي المهارة الوحيدة اللي موجودة الفار. فبيبص بطلنا وبيلاقي إن تحت جثة الوحش سيربروس موجود فار ميت، وشكل السيف مفرقش امتصه وهو بيتغذى على جثة الوحش. بس بالرغم من ده بنشوف بطلنا فرحان جدا وبيقول إن أفضل حاجة اكتسبتها النهاردة هي مهارة الحرق لكلب الجحيم دي، لأنها قدرة قوية جدا وهتفيدني أوي أوي. ده كمان أقوى من قدرة نزيف كلب الجحيم بمراحل. ونشوف بطلنا وهو واقف وبيقول أنا خلاص كده يعتبر جهزت كل حاجة للتقييم العملي، وخلاص الواحد بقى يقدر إنه يسترخي براحته، وكل الجثث جاهزة للتقييم وما بقاش قدامي غير إن نستنى لحد ما فترة الاختبار تنتهي. وبنكمل وبنتقل بينا المشهد على يوم التقييم، وبنشوف الطلاب كلهم متجمعين مصطفين، وبنلاحظ إن معظمهم مصاب، وطبعا بيكون فيهم اللي رابط عينه واللي رابط رجله واللي متدغدغ حرفيا، وده طبعا بسبب مواجهتهم مع الوحوش طول أيام الاختبار. وبيكونوا واقفين قدام أساتذة التقييم، كل واحد حاطط على الترابيزة الوحوش اللي اصطادها عشان يتم جمع النقاط لكل واحد فيهم على حسب صعوبة الوحش اللي هو اصطاده. وبنعرف إن بعد اختبار التقييم إن هيتم صنع دروع وسيوف بجثث الوحوش الشيطانية اللي الطلاب اصطادوها، وطبعا بتختلف قوة الأسلحة والدروع ديت على حسب قوة الوحش اللي هي مصنوعة منه. وبيقول لنا إن هيتم تقديم الدروع والسيوف ديت كغنائم للطلاب. يعني معنى الكلام إن كل واحد هيصطاد وحش قوي بقى ضعيف، هيتم صنع بالوحش دوت سيف ودرع، وهيكون السيف والدرع ده ملك لصاحبه اللي اصطاده. وبنشوف أساتذة التقييم كلهم واقفين متعجبين ومستغربين من جثة أحد الوحوش اللي موجودة قدامهم. وطبعا مش محتاج أقولك جثة الوحش مين ولا مين اللي اصطاده، أكيد بنتكلم عن الوحش سيربروس الأسطوري. وكلهم طبعا مستغربين لأنه وحش إصابته إيه. وبينتقل بينا المشهد على هوجو رئيس عائلة باسكرفيل، وهو مستغرب وبيقول مين اللي قدر يقتل وحش زي ده. فبنشوف إن رئيس الخدم باليمور بيرد عليه وبيقول له السيد الشاب فيكير باسكرفيل ذو ال8 سنوات هو اللي قام باصطياده يا سيدي. وبيكمل بيقول له إن هو مر صدفة بالمنطقة الغير مكتشفة لحد دلوقتي أثناء امتحانه، وقدر هناك يصطاد الوحش سيربروس اللي اخترته إيه. فبيرد عليه هوجو وبيقول له أنت عارف أنت بتتكلم عن إيه؟ أنت بتتكلم عن وحش تصنيفه عالي جدا، وفرسان عشيرتنا مجتمعين بيواجهوا صعوبة كبيرة قدامه عشان يقدروا على وحش قوي زي ده. فبرد عليه بالامور وبقول له انا تم اعلامي يا سيدي انه لما قابل السيد الشاب كان مصاب ساعتها من قبل القبائل البربرية، وكمان سيدي ما هزموش كده لوحده بل الاول قاموا بتسميمه. فبرد عليه وبقول له انهي نوع من السموم القوية القادر على اسقاط كلب جحيم قوي زي ده خطورته ايه، وحصل على السم ده منين؟ فبيرد عليه بالامور وبقول له ما اعرفش يا سيدي، لان ديت اخر معلوماتي واخر حاجة تم تسجيلها في سجل الصيد بتاع يوم العمل. وانا يوميها حاولت اسأل السيد الشاب عن نوع السم اللي استخدمه وجابه منين، بس هو مشي من قدام بسرعة وقال لي انا متعب جدا دلوقتي ولازم ارجع السكن. طنشه يعني من الاخر. فبنشوف هوجو بابتسامة خفيفة كده على وشه وبقول حسن حسن، هو فعلا المعرفة قوة، والقوة هي اللي بتحدد قيمتك في العالم ده. وده يا صاحبي بيثبت لنا ان هوجو بيتعامل مع بطلنا بحب واهتمام كده عن حياته السابقة، لأنه عرف ازاي يبقى قوي في العالم ده، أما لما كان ضعيف مكانش معبره. ونشوف برمرو وهو بيقول له بصراحة يا سيدي أنا متفاجئ جدا إن موهبة قوية زي دي جاية من أحد عائلات الفان وليس لي. ومعنى كلامه يا صاحبي عشان تبقى فاهم إن الفان دي بيطلقوها على الأبناء الغير شرعيين للعيلة، أما لي اللي هم الأبناء الأصليين للعيلة، لأن أنت لو لاحظت هتلاقي بطلنا اسمه فيكير فان باسكرفيل. المهم بيرد عليه هوجو بيقول له يبقى انت كده ما تعرفنيش.
فأنا مختلف عن رؤساء العائلة السابقين كلهم. لما أجي أربي كلب صيد زي ده عمري ما اهتميت للنسب بتاعه، لو جاي من عائلة ملكية أو من عائلة غير شرعية. أهم حاجة عندي الموهبة والقوة والتصميم على تحقيق هدف. أنت فهمت كلامي يا برامور؟ فبيفكر برامور في دماغه بيقول هو مش حاطط في دماغه ابنه التاني اللي بيتجهز لدخول التدريبات؟ بقول له برامور تمام أنا آسف يا سيدي، فهمت قصدك. فبقول له هوجو عادي ولا يهم، بس أنا دلوقتي محتاج إن أنا أحسن مزاجي، فاستدعي لي السيد الشيف فيكير عشان أعرف منه إزاي قدر إنه يعمل كده. يا ولا ده دلوقتي بقى عشان يحسن مزاجه استدعى بطن. المهم نشوف بطننا لبى نداء هوجو وراح قابله في مكتبه، وبيبدأ هوجو كلامه معاه بيقول له أنا سمعت إنك قدرت تمسك كلب الجحيم من النوع سيربرس الأسطوري أثناء امتحان العملي بتاعك، إزاي قدرت إنك تعمل كده؟ فبيرد عليه بطلنا بكل بساطة بيقول له مفيش، حطيت بس حبة شوكولاتة اللي مصنوعة من الكاكاو الدموي وحطيتها على الرمح الخشبي بتاعي. فبقول شوكولاتة، فبنشوف برامور بيقول له سيدي بالنسبة للوحوش اللي من الأنواع الكلبية بتعتبر الشوكولاتة سم قاتل ليه. بقول له يبقى أنت عشان كده كنت طلبت الشوكولاتة كمكافأة ليك؟ فبرد عليه بطلنا بيقول له نعم يا سيدي. وبنشوف وسط الكلام ده هو مستغرب وبيقول ازاي دي محادثة بين أب وابن، أو حتى بين رئيس العائلة هوجو وأي حد من أفراد عيلته، لأنهم دخلوا في الموضوع على طول من غير أي مقدمات. وبيكمل هوجو كلامه وبيقول له أنا سمعت إنك ما ردتش ولا استجبت لرئيس الخدم باليمور لما استجوبك وسألك بشأن الصيد بتاعك، فليه ما جاوبتش عليه زي ما أنت جاوبت عليا كده؟ إيه السبب يعني؟ فبيرد عليه بطلنا وبيقول له لأنه مش سيدي. فبقول له هوجو أمال مين اللي سيدي؟ طبعا هوجو بيسأله سؤال زي ده عشان يعرف ولا يقول مين وهو معاه ولا ضده. فبيرد عليه بطلنا بكل ذكاء وتطبيل وبيقول له طالما انت قلت لي ان انا انتمي للعائله دي واعتبر نفسي فرد اساسي منها، فسيد العائله هو الوحيد اللي يعتبر سيدي. فطبعا بيكون هجوم منشكح منه جدا وبيقول له انت اتعلمت كويس، ده هيهينك بس اصبر عليه بس. وبيكمل وبيقول له وكجايزه ليك جثه الوحش اللي انت اصطدتها كل دروعها والسيوف اللي هتصنع منها بالارباح اللي هتيجي منها هتنتمي ليك لوحدك. بالاضافه لكده لو عندك اي امنيه اقدر ان انا احققها لك قولها لي، وهتبقى ديت تاني جايزة ليك لتقييمك العالي في الاختبار العملي والكتابي. بنشوف بطلنا بيقول أخيرا هي دي الفرصة عشان أقدر أحصل على المكافأة اللي أنا كنت عايزها. وبتكلم بطلنا وبقول له أنا عايز أروح لمكتبة 10,000 رسالة. وبنشوف ملامح الصدمة على هوجو ورئيس الخدم باليمور لما بيسمعوا كلام بطلنا، وبنعرف إن مكتبة 10,000 رسالة دي بتعتبر أحد أكبر المكتبات في الإمبراطورية كلها، إن ما كانتش هي الأكبر أصلا، وموجودة في عائلة باسكرفيل، بس ما فيش اي حد يقدر انه يخشها. وبنشوف هوجو بيكلمه وبيقول له مكتبة 10,000 رسالة، انت عارف ان الرئيس ونائب الرئيس ونسلهم المباشر بس اللي هم عيالهم يعني الشرعيين هم الوحيدين اللي يقدروا يدخلوا ليها. فبنشوف بطلنا بيقول في نفسه طالما قال لي كده يبقى كده مش هيمنعني الإذن، وانا هبقى اتسلل لها لأي وقت واوصل للي انا عايزه. بس بيتفاجئ بطلنا لما بيكمل هوجو كلامه وبيقول له تقدر تروح. وبيكمل وبيقول له بس اتأكد انك تقرأ التقنية السادسة لعائلة باسكرفيل وانت موجود هناك. وبيوصف له مكان وجودها بالظبط. وبنشوف بطلنا مستغرب من كلامه وبيقول التقنية السادسة لعائلة باسكرفيل وده هو اللي انا اعرفه هيسمح لطفل لقيط زيي بقراءة التقنية السادسة لعائلة باسكرفيل؟ ده عمرها ما حصلت ان طفل غير شرعي في نص اسمه كلمة فان. انا فهمتكوا بقى فان دي معناها ايه، اي حد في اسمه فان تعرف انه ابن غير شرعي على طول. وبيقول اننا كاطفال غير شرعيين كان مسموح لنا بس قراءة التقنيات لحد التقنية الرابعة، فوق كده ما كانش مسموح لنا. وبنعرف ان هوجو في مستوى التقنية السابعة لعائلة باسكرفيل، وبيقول لنا اننا في حياة السابقة كان وصل هوجو للتقنية التاسعة كمان. بس بيفكر نفسه بيقول انا مهما كان برضه عمري ما هنسى العنصرية والذل اللي عشته في حياتي السابقة كطفل غير شرعي، بس لما كنت ضعيف. وفي الحياة دي هبقى أقوى واحد، وأول واحد هتجوزه وهعديه هو هوجو رئيس العائلة، وهدمرهم كلهم. ودوت لأني رايح مكتبة 10,000 رسالة عشان أحصل على جوهر باسكرفيل الأعظم، لأن الكتاب ده فيه التعليم والتقنيات وفن استخدام السيف اللي استخدمها رئيس عائلة باسكرفيل الأول اللي كان قادر على إخضاع وهزيمة أحد أمراء الجحيم السبعة اللي هو رئيس عائلة باسكرفيل اللي كان هزم أحد الزعماء الشياطين السبعة بليزيبوب. بطلنا خد السيف اللي مصنوع من بقايا الشيطان ده دلوقتي، وفي الكتاب ده التقنيات والتعليم اللي استخدمها رئيس العائلة ده في هزيمة بليزيبوب. وبيكمل وبيقول والقوة دي كلها يا هوجو انت ما تعرفش ان انت اللي بتقدمها لي بإيدك،
وهي كمان اللي هتقضي عليك. وبينحنوا له بطننا وبقول له شكرا ليك يا سيدي، انا هتأكد من انا مش هخيب ظن، وكمان هتجاوز كل توقعاتك. وبقول في نفسه انت ما تعرفش القيمة الحقيقية للكتاب اللي انت بايدك بتقدمه لي دلوقتي. وبنشوف بطلنا طلع من عنده ووصل لمكان مكتبة ال10,000 رسالة بعد ما هوجو سمح له انه يروحها. وبيكون بطلنا واقف في الممر بتاعها وبيقول دي المرة الأولى اللي أجي فيها شخصيا لهنا. وبيبدأ إنه يؤلف في الكتب اللي قدامه وبيقول كل الكتب القوية دي كان أقل كتاب فيهم حلم ليا في حياتي السابقة عشان أزود بيه قوتي وأقرب بس من مستوى الأبناء الشرعيين للعائلة. وده طبعا لأن عمري ما كان طفل غير شرعي مسموح لي إنه يتعلم فوق المستوى الرابع، ودوت عشان كلاب الصيد للعائلة ما يجروش أبدا على سن أسنانهم باتجاه سيده، وتضمن عائلة باسكرفيل الأبناء الغير شرعيين دول وما ينقلبوش عليهم أبدا. يعني كانوا بيستخدموا الطريقة ديت للدفاع عن نفسهم في المستقبل، ويعرفوا يخلصوا علينا من غير ما نقدر إننا نقاومه أو نتصدى ليهم. وبنشوف بطلنا وصل عند كتاب التقنية السادسة اللي هوجو قال له عليه، وبقول هو دوت اللي سمح له هوجو بقرايته، كتاب التقنية السادسة. وبيبدأ إنه يطلع المفتاح من جيبه، وفعلا بيقدر إنه يفتح الكتاب وبيقرأ فيه شوية، وبيبدأ يتعلم منه ويفهم هو اللي ما كانش قادر إنه يتخطى المستوى الرابع وإزاي يطور مهارات سيفه شوية. بس بنشوف بطلنا بيقفل الكتاب وبيقول أنا مش مهتم بالتقنية دي دلوقتي، التقنية دي كانت حلم ليا في حياتي السابقة، أما دلوقتي مش ده السبب الحقيقي لوجودي هنا. ونشوف بطلنا متوجه عند حراس الأمن اللي بيكونوا مستغربين وبيقولوا له سيدي أنت خرجت بالسرعة دي، نجيب لك أي حاجة؟ بيكونوا مستغربينه وبيبدأوا يقولوا له إن المكان اللي أنت جاي منه ده تعتبر أعماق المكتبة وفي أقوى التقنيات لعائلة باسكرفيل، أنت ليه خرجت بالسرعة دي؟ في حاجة نقدر إن إحنا نجيبها لك؟ فبقول لهم لأ خلاص أنا كده خلصت اللي أنا عايزه، أنا بس هتمشى شوية كده في المكتبة قبل ما أخرج. فبيقولوا له أمرك يا سيدي، وبيكونوا عمالين يهمسوا مع بعضهم ومستغربين وبيقولوا هو إزاي خرج من مكان زي ده بالسرعة دي؟ هو مش عارف الفرصة اللي كان فيها، يمكن عشان هو طفل ما يعرفش قيمة التقنيات اللي كان عندها دي. ونشوف بطلنا مش مهتم وبيقول في نفسه مش مهم، سيبهم يفكروا زي ما هم عايزين، لأن مفيش حد لغاية دلوقتي يعرف إن وسط الكتب اللي الغبار مالية دي ومركونة في جنب في كنز مخفي محدش عارف قيمته. بنشوف بطلنا فعلا وهو ماشي وسط الكتب وعمال يدور على الكتاب اللي هو جاي مخصوص عشان ياخده، وفعلا بيقدر بطلنا انه يوصل. واول ما بيقرا بطلنا اسم الكتاب بيفرح وبيقول ايوه هو ده الكتاب، وبيبدا انه يفتح الكتاب وبنلاحظ ان الكتاب متقطع منه بعض صفحات كده. وبيقول بطلنا ان الكتاب ده بيستخدم دلوقتي في تعليم الاطفال التقنيات الاساسيه لاستخدام السيف، وبالنسبه لهم هو كتاب مش مفيد، ده بسبب الصفحات الممزقه في الكتاب، عشان كده محدش يعرف قيمته الحقيقيه. وبيقول بطلنا بس قيمته الحقيقيه دي انا الوحيد اللي اعرفه في العالم ده دلوقتي. وبيرجع فلاش باك وبيقول ان انا في حياتي السابقه كنت في فريق بحث لاستكشاف مغاره معينه في عائلتي، بس اتفاجئنا كلنا بعد ما انهينا المغاره بصندوق شكله غريب كده وطالع منه هاله قويه. ولما فتحنا الصندوق ده لقينا ورقه واحده ممزقه من كتاب وفيها فن عن استخدام السيف، وبيقول لنا ولما رجعنا بالورقه دي لسيدنا هوجو وقرأ اللي فيها عرف قيمتها على طول، وبدأ انه يأمر الاشخاص اللي في العائله كلهم انهم يقلبوا المكتبه رأسا على عقب عشان يجيبوا له الكتاب اللي اتقطعت منه الصفحه دي وبتتناسب مع انهي كتاب. وزي ما استنتجت كده يا صاحبي الكتاب اللي في ايد بطلنا ده هو فعلا الكتاب اللي كانت ممزقة منه الصفحة دي. وفعلا ساعتها بعد بحث طويل قدرنا نوصل للكتاب وهو الكتاب اللي في ايدي ده. وبقول بعد ما هوجو حط الصفحة في الكتاب قدروا نكتشف انه بتجميعه الصفحات الممزقة للكتاب ده هيقدروا انهم يوصلوا لتقنية 10 لعائلة باسكرفيل، ودي هتعتبر اقوى تقنية في العائلة لان عمره ما حد يقدر نوصل للمستوى ده. وبقول لنا ان هوجو بعد ما قدر انه يكتشف ده اتجنن جدا، وعرفنا ان السبع ورقات دول متوزعين بين السبع عائلات الكبرى، وكل عائلة موجود عندها ورقة واحدة من السبع ورقات دول. قلنا اننا كنا لقينا الورقة اللي كانت موجودة في عائلتنا كانت بقالنا الست ورقات اللي موجودين في الست عائلات الباقيين. ولما عرف هوجو بالكلام ده جن جنونه وما فرقش معاه وأمر بإعلان حرب على أي حد من العائلات الكبرى هيرفض إنه يساعده، وده طبعا لأنه مش فارق معاه عدد الجنود أو الضحايا اللي هيخسرها في المعارك دي. وفعلا بقول بطلنا إن أنا الوحيد اللي قدرت أرجع بالسبع ورقات المفقودين كلهم، وده طبعا بعد التضحية بعد اللي يحصى من الجنود وكلاب الصيد. وسلمت الأوراق لهوجو بإيدي، وكانت جايزتي ومكافئتي عشان عملت كده إن هوجو قال لي عمل جيد جدا أيها الشاب. وطبعا كلمة زي دي كانت بالنسبة لبطلنا مكافأة كبيرة جدا، لأن كانت أمنيته إنه يسمع كلمة حلوة من أبوه أو يشيد بيه في أي حاجة هو عملها. وبنرجع لبطلنا وبنشوف هو متعصب جدا وبيقول أنا إزاي كنت غبي أوي كده،
وكان همي تافه للدرجات دي، وانبسطت بكلمة هايفة زي دي بالرغم من إن عارف كمية الجثث والدماء اللي اتسالت عشان الأوراق دي تروح لهوجو. بس كده كده عمري ما أكرر الغلطات دي تاني. وبقول لنا بطلنا، بما إن أنا اللي كنت رجعت الصفحات اللي مقطوعة دي لهوجو، فأنا فاكر كل حاجة كانت مكتوبة فيها، والسبب اللي خلاني ما اتخطاش المستوى الرابع واتطور عنه هو إن أنا معرفتش أوصل للكتاب الأصلي، لأن زي ما قلت لكم مش مسموح لأي ابن غير شرعي إنه يدخل المكتبة. والبطن عشان كده لو أي شخص عادي قرأ الكتاب ده هيبان له إن هو كتاب عادي وملوش أي لازمة. بس في اللحظة اللي هتحط الأوراق المفقودة دي مكانها هيبقى الكتاب ده كنز محدش يحلم إنه يوصله. بما إن أنا كنت حافظ الأوراق المفقودة دي وبقيت الكتاب دلوقتي في إيدي، فمعادش قدامي حاجة تانية. ونشوف بطلنا قاعد وبدأ إنه يقرأ ويستفيد من الكتاب ويفهم، وبيبتدي من أول تعلم المستوى الخامس بعد المستوى الرابع اللي هو كان وصله. وبنشوف إن الوقت بيسرق بطلنا والنهار بيطلع عليه وهو لسه عمال يقرأ في الكتاب. مرة واحدة بيقفل الكتاب اللي في إيده وبيستغرب إن الوقت عدى بسرعة كده، وبيقول خلاص كده أنا معنتش محتاج الكتاب ده وحفظت محتوياته من الجلدة للجلد. وبيبدأ إنه يقف ويبص لو الحراس شايفينه ولا لأ، إن هو عليه يا باشا. وبنشوف بطلنا إنه بدأ يستعد وهيبدأ ينفذ أول حاجة اتعلمها من الكتاب، وبيقول إن دلوقتي جه الوقت إن أنا أوصل للتقنية الخامسة، ودي التقنية اللي أنا عشت حياتي السابقة كلها ومقدرتش إن أنا أوصل لها. أنت متخيل يا صاحبي إن بطلنا دلوقتي عنده 8 سنين وهيوصل للقوة اللي ما وصلهاش في حياته السابقة وهو عنده 30 سنة؟ ومرة واحدة بنشوف إن بطلنا بدأ ينفذ عشان يوصل للمستوى الخامس، وبنشوف إن في جسم غريب كده من الطاقة ظهر قدام بطلنا، وبنعرف إن دوت زي تمثال كده بتزداد قوته بزيادة المستوى. هفهمك، يعني بطلنا دلوقتي هيستعمل التقنية الأولى لعائلة باسكرفيل على التمثال ده. لو قدر إنه يدمره فمعنى كده إنه خلاص أتقن التقنية الأولى لعائلة باسكرفيل، وبعدين بتزداد قوة وصلابة التمثال ده، وبيبدأ الشخص إنه يعمل التقنية التانية ويوجهها برضه على التمثال. فلو اتدمر التمثال يبقى كده هو كمان أتقن التقنية التانية، وهكذا. وبنشوف بطلنا إنه بيستعد وبيجمع الهالة في إيده وبيعمل التقنية الأولى عائلة باسكرفيل، ويبدأ إنه يضرب بها التمثال، وبيقدر إنه يدمر التمثال بها بكل سهولة. ويكمل بطلنا وبيضرب التمثال بالتقنية التانية لعائلة باسكرفيل وبرضه بيقدر إنه يدمر التمثال. وبنشوف بطلنا بيوصل للتقنية الرابعة لعائلة باسكرفيل ويستعمل طاقة قوية، بس بيقدر برضه إنه يعدي التقنية الرابعة ويدمر التمثال. وبنشوف بطلنا وهو بيقول إن أنا في حياتي السابقة المثيرة للشفقة بالرغم من العمل الجاد والجهد اللي بذلته طول حياتي، إلا إن أنا مقدرتش أتخطى التقنية الرابعة دي، وده بسبب قوانين عنصرية وتافهة زي إنهم كانوا مانعين الأطفال الغير شرعيين للعائلة بالذهاب للمكتبة. بس دوت مش هيحصل دلوقتي. وبنشوف بطلنا بيجمع كل قوته وبيبص ناحية التمثال اللي قدامه وبيتخيله رئيس العائلة هوجو، وبيدشمله بطلنا حرفيا، وبيقدر إنه يدمر على التمثال. وبكده يبقى بطلنا أتقن التقنية الخامسة للعائلة، التقنية اللي فضل طول حياته السابقة كلها ومقدرش إنه يتخطاها. ونشوف بطلنا وهو بيقول أنا لسه برضه ضعيف ومش قوي أوي، بس دوت ما يمنعش إن أنا أفرح شوية. وبيبص بطلنا باللي وصله ويكون فرحان جدا. ونشوف بطلنا وهو واقف بيقول الحمد لله أنا كده قدرت إن أنا أوصل التقنية الخامسة لعائلة باسكرفيل، وبالمعلومات اللي في دماغي واللي خدتها من الكتاب ديت هقدر إن أنا أوصل للقوة اللي أنا عايزها. بفهمنا بطلنا على المستوى اللي هو فيه دلوقتي، وهو المستوى الخامس، مستوى خبير المبارزة أو خبير السيف. وزي ما أنا كنت قلت لك إن في المستوى ده بيقدر يحول المانا بتاعته أو الهالة بتاعته من الحالة الغاز هالة سائلة، وطبعا بيقدر يمد الهالة ديت على السيف بتاعه ويزيد من قوتها بشكل كبير. وبيكون بطلنا فرحان وبيقول أنا مكنتش أحلم بالقوة ديت وأنا عندي 30 سنة، ما بالك دلوقتي أنا عندي 8 سنين ووصلت للقوة دي. بس بيقول أنا لسه قدامي تدريبات ومهارات لازم أتعلمها بأسرع وقت قبل ما أوصل لسن البلوغ 15 سنة، وأتعلم المهارات اللازمة عشان أحصل على القوة اللي أنا عايزها. بيقول بطلنا السؤال دلوقتي أنا لأي مدى هكشف مهاراتي وقوتي قدام هوجو والعائلة، لازم أكون حريص في حاجة زي دي. وبنشوف بطلنا وبيمسك الكتاب اللي كان في إيده وبيحطه على شباك المكتبة ويطلع من جيبه
أداة عاملة شكل المراية كده، وهو بيقول بما إن أنا كده خلاص حفظت الكتاب كله فجه الوقت إن أنا أحرقه. وفعلا بطلنا بيبدأ إنه يثبت المراية اللي كانت في إيده ديت جنب الكتاب عشان تبدأ إنها تشتعل بضوء الشمس وتحرق الكتاب كله. وبيقول بكل شر كده مفيش أي حد من العائلة ولا هوجو نفسه هيوصل للمستوى العاشر مع هدايا أنا. نشوف الجنود وهم رايحين عند بطلنا ويبدأوا يسألوه هي إيه الريحة دي؟ في ريحة حريق يا سيدي. فبرد عليهم بطلنا بكل استهبال وبقول لهم معلش أنا آسف، أنا نسيت وحطيت العدسة المكبرة جنب الكتاب فاتحرق غصب عني. هنشوف جوز الجنود العبط وهما بيقولوا له لا لا مفيش حاجة يا سيدي، ودوت أصلا خطأنا إن إحنا ما وقفناش معاك وشوفناك أنت عايز إيه، وكده كده ده كتاب ملوش أي 30 لازمة موجود ناحية الكتب الضعيفة وبنستعمله في تدريب الأطفال، والله انتوا اللي مالكوا لازمة. وبيكملوا الجنود وبيقولوا له كده كده ما تقلقش يا سيدي، لأن رئيس الخدم بليمور مشغول بالنزاع بتاع منجم الياقوت مش هيلاحظ اختفاء الكتاب ده، بس وعدنا إن أنت ما تقولوش إن إحنا ما انتبهناش ليك. فبيرد عليهم بطلنا بيقول لهم لا من الناحية دي ما تقلقوش، كده كده مش هقول لحد. فبيرد عليه وبيقول له تمام شكرا لك يا سيدي، وبدأوا يشكروا فيه ويقولوا ده باين عليه شخص لطيف جدا، شوية أغبياء. المهم بينتقل بينا المشهد وبنشوف إن بطلنا واقف قدام أبوه وجو تاني في مكتبه، ويبدأ إنه يسأله ويقول له أمال أنت اتعلمت إيه فكر في المكتبة وإيه الإحساس اللي أنت حسيت بيه؟ فبيرد عليه بطلنا بيقول له أول ما اتعلمت التقنيات اللي أنا قرأت فيها حسيت بحاجة دافئة كده حوالين جسمي وقوية شوية. فبنشوف إن هوجو وباليمور بدأوا إنهم يستغربوا لكلامه وينتبهوا له ويقول له وهيكون قصدك على الهالة. هالة إيه يا عم أنت وهو؟ أمال لو عرفت إنه وصل للمستوى الخامس. وبقول لهوجو إن الأشخاص بيبدأوا يحسوا بالهالة ديت بيكونوا خلاص بدأوا الدخول في عالم المبارزة الحقيقي. وبقول إن النوابغ في عائلتنا وأذكى الأشخاص فيها قدروا إنهم يوصلوا للمستوى ده والإحساس بالهالة من أول سن 15 سنة. إزاي أنت حسيت بحاجة زي دي دلوقتي؟ أمال لو عرفوا إنه وصل للمستوى الخامس كمان. وبنشوف هوجو بيقول في نفسه معقول دي قوة طفل عنده 8 سنين بس. وبيكمل وبيقول له يعني أنت تقدر تثبت الكلام اللي أنت قلته دلوقتي ده يا فكر؟ ويرد عليه فكر وبيقول له بالتأكيد أقدر أعمل كده. وبينتقل بينا المشهد لحلبة القتال وفي عدد كبير جدا من الناس، وبنشوف إن طلاب العائلة كلهم موجودين مدرجات الحلبة دي، بس بنشوف إن في وسط الحلبة بطلنا واقف وماسك سيفه. وبنشوف إن رئيس العائلة هوجو واقف هو وباليمور المدرجات برضه وقاعد بيتفرج على بطلنا وبيكلمه باليمور وبيقول له سيدي وانت بتخطط لاكتشاف المهارات اللي وصل لها السيد الشاب واللي كان بيقوله ده صح ولا لأ؟ فبرد عليه وبقول له أيوة فعلا أنا بفكر أعمل كده عن طريق إن أنا أخليه يقاتل وحش مناسب عشان نكتشف قوته. وبنشوف إن القفص موجود في الحلبة بيفتح قدام بطلنا وبدأ إنه يخرج منه وحش قوي ومتسلسل، وبنعرف إن دوت وحش أورك خطورته سي. وأول ما بيخرج الوحش ده بيبان على الطلاب في المدرجات كلهم الرعب والقلق وبيقولوا إزاي هيسمحوا لوحش قوي زي ده إنه يقتل طفل في الثامنة؟ يجب على الأقل إنه يكون سنه 15 سنة عشان يقدر يتعامل مع وحش زي ده. وبنشوف إن الخادم اللي معاه الوحش بيقول إن الفرسان الحراس هيتدخلهم لو الأمر لازم لكده. بيقول في نفسه كده كده سبب شهرة الطفل ده بهزيمة الوحش إيه كانت كلها مضيعة للوقت لأنه كان الوحش مصاب أصلا. بس يا ابني أنت ما تعرفش حاجة ولا تعرف القوة اللي وصلها دلوقتي. وبنشوف إن رئيس العائلة هوجو بيدي الأمر بإزالة السلاسل عن الوحش، وفعلا ده اللي بيحصل وبيشيلوا السلاسل عن الوحش. ونشوف الوحش بشكل مرعب وهو غضبان جدا وبدأ إنه يستعد وزق الخادم اللي جنبه ويبص لبطلنا وبيهجم عليه بكل قوته. وبنشوف بطلنا واقف بكل هدوء وبيقول خلينا نخلص من القتال التافه ده بسرعة. ولسه الوحش هينقض عليه بيلوح بطلنا بسيفه وبيقدر إنه يقطع إيد الوحش اللي قدامه بضربة واحدة. وده طبعا وسط اندهاش الكل حتى الوحش نفسه مصدوم لما ايده انقطعت، بس بطلنا ما بيستناش وبينزل على رجل الوحش وبيقطع له رجله بسيفه فبيقع الوحش وهو متهان حرفيا على الأرض. ولسه الوحش بيستوعب ايه اللي حصل له ده ويدار وشه. بنشوف بطلنا وبقول فعلا المهارات اللي انا اكتسبتها فادتني جدا، لان وحوش الأورك دي بتتميز بالتجديد السريع، بس باستخدام مهارة نزيف كلب الجحيم اللي اكتسبتها ماهوش قادر انه يجدد نفسه. وبيكون الطلاب كلهم الحشود مستغربين وبيقولوا ازاي طفل عنده 8 سنين يقدر يعمل حاجة زي دي. بس بنلاحظ ان هوجو مش مهتم
ومش مبهور باللي شايفه ده قوي، وبيلاحظ كده برضه بطنة وبيقول معنى كده إن أنت لسه مستني أظهر لك اللي اتعلمته في المكتبة وأوريك الهالة. وفعلا بنشوف على هوجو ملامح الصدمة والاندهاش هو وباليمور والناس كلها لما بيبدأ بطلنا إنه يخرج هالته ويمررها للسيف بتاعه ويحولها للشكل السائل. ولسه الوحش يا عيني بيحاول إنه يقوم، بيتفاجئ ببطلنا وهو بيهجم عليه بكل قوته، وبيقدر إنه بهجمة واحدة يدهش من راسه ويفرتكها حرفيا وسط تعجب وذهول هوجو والناس كلها. بنشوف باليمور وهو بيتكلم هوجو بيقول له إن الطاقة اللي الشخص اللي قدامي ده استخدمها دلوقتي تعتبر خبير سيف من المستوى الأدنى، وتهانينا يا سيدي، ففي نابغة دلوقتي ظهر في عيلتك ومعجزة ما حصلتش في أي عائلة قبل كده، إن طفل عنده 8 سنين عمل كده. فبقول له أنت تعتقد ده صح؟ فبيرد عليه باليمور ويقول له أنا متأكد إن أنا بقوله يا سيدي، ومحدش في العائلات السبع الكبرى أو حصل في التاريخ قبل كده إن حد وصل للقوة دي وهو في السن ده. ونشوف باليمور وهو مستعجب وملاحظ وبيقول إن وحش الأورك بيتميز بقدرات تجدد ممتازة وسريعة، إزاي ما قدرش يوقف نزيف؟ فبيرد عليه هوجو بيقول له أكيد عشان الوحش ده كان ضعيف، وعشان أكون صادق معاك يا باليمور أنا لسه لغاية دلوقتي ما اقتنعتش. وبيقطع كلامه بطلنا وهو بيناديله وبيقول له سيدي، ما عندكش وحش أقوى من الأورك ده عشان أقدر إن أنا أقتله؟ صحيح بقى، ما الأورك من المستوى سي وبطلنا اتعود على المستويات الكبيرة. فبنشوف إن زمايله والطلاب كلهم استعجبوا من كلامه، وبيقول بطلنا في نفسه إن من الأفضل ليا إن أنا مخبيش قوتي وأظهرها مع الجانب الصح وأخلي هوجو يوثق فيها لأعلى درجة. وبقول إن ظهور قوتي في وقت زي ده هيخلي هوجو يكسر القوانين ويسمح لطفل غير شرعي زيي إنه يروح مناطق بعيدة للتدريب، ومش بعيد كمان يتم قبولي في الأكاديمية زي ما كسر القوانين قبل كده عشاني لما خلاني أدخل مكتبة ال10,000 رسالة. وبنشوف هوجو فرحان وبيقول شكل ابن فيكير عنده وجهة نظر معينة، ووحوش الأورك الصغيرة ديت ما تنفعش مع شاب قوي زيه، فخلينا نثبت وجهة نظره دي. وبيتكلم هوجو رئيس الخدم وبيقول له باريمور، مش كان في وحش قوي احنا مسكناه وكان هيساعدنا في إبادة البربريين ويقضي عليهم، هو لسه موجود؟ فبيرد عليه باريمور بيقول له موجود يا سيدي، بس من ساعة ما جبناه ما أكلناهوش خالص عشان كنا سايبينه جعان عشان يقدر نخلص على البربريين كلهم. فبقول له هوجو لا، أنا دلوقتي لقيت له مهمة مناسبة أكتر، قوم بحضره لهنا. وبنشوف إن الناس كلها مستغربة لما بيبدأ الوحش دوت يطلع ويظهر قدامهم، حتى بطلنا بيتعجب من اللي قدامه وبيقول مدهش، أخيرا وحش قوي. وبنشوف إن الوحش اللي ظهر قدام بطلنا ده هو عبارة عن غول حجمه كبير جدا وضخم قوي لدرجة إن بطلنا باين قدامه كأنه نمل. وبنشوف إن هو متسلسل برضه وبيكلم بطلنا هوجو وهو تحسه منتشي كده وبيقول سيدي أنا ممكن أبدأ دلوقتي على الفور؟ فبرد عليه هوجو وبقول له مفيش مانع. وفعلا بنشوف الجنود وهم فكوا السلاسل من على الوحش، وبطلنا ما بيصدق وبيبدأ إنه يهاجم بكل قوته على الغول ده، بس برضه الغول ما بيستناش وبيجهز لكمة قوية جدا وبيوجهها في اتجاه بطلنا بكل قوته. بس بنتفاجئ كلنا وكمان الغول لما بنلاقي إن بطلنا اتفادى الهجمة دي وظهر من وراه، بس بطلنا ما بيهاجموش ويلاحظ حاجة معينة كده وبيقول هو ايه ده، وبيبدأ إنه يرجع لورا. وبيستغربوا زمايله لما بيقولوا له إن الهجمة دي كانت وشيكة جدا وليه ما هاجمتوش لما جاتلك الفرصة. بس بنشوف إن المعلم هوجو فاهم اللي ابنه عمله، بيقول قراره حكيم جدا، وبيفسر لنا اللي بطلنا عمله بيقول إن الغيلان سرعتهم في التجديد مهولة، والضربة لو ما كانتش مميتة فهي مجرد مضيعة للقوة، عشان كده سيد الغيلان بيتطلب استراتيجية معينة. وبنشوف فعلا إن بطلنا ما بيهاجمش وعمال يتفادى الغول، ولسه زمايله بيقولوا ازاي ده طفل عنده 8 سنين وبيستخدم استراتيجية زي دي وهو دلوقتي عمال يتجنب كل هجمات الوحش عشان يحاول انه يستنزف قوته. فعلا اللي اطلق عليه لقب العبقري والنابغة مكدبش. بنشوف بطلنا وهو عمال ينهج من كتر تجنب الهجمات اللي جايه عليه وبيقول هو بطيء جدا عشان كده مفيش ضغط عليا، بس لازم اتحرك واخلص منه. وبيقول بطلنا لو استخدمت قوتي هقدر ان اخلص على الغول ده بضربة خفيفة جدا وضعيفة كمان، بس ما ينفعش اظهر مقدار القوة ده كله دلوقتي، عشان كده قدامي حل تاني. بنشوف بطلنا بيهجم بكل قوته على الوحش وبيقدر انه يصيبه اصابة مباشرة بس بتكون في كتفه، وبنشوف ان دي الضربة مش مميتة زي ما كان بطلنا عايز يعمل، وعمالين يقولوا هو فعلا قوته كبيرة جدا انه يقدر يصيب الوحش بضربة زي دي، بس الضربة ديت مش هتأثر مع وحش زي ده ويقدر انه يتجد.
وبنشوف بطلنا بيكون فاهم اللي عمله وكان قصد الضربة دي. هو بيقول أنا عارف إن استخدام التقنية الأولى مع وحش زي ده عمرها ما تأثر، بس مع استخدام تقنية نزيف كلب الجحيم اللي استخدمتها فهو مش هيقدر يجدد الجرح ده أبدا، وكمان وقت قصير أو شوية صغيرين هيموت الوحش ده لا محالة. بس بنشوف إن هوجو بيطلب من بطلنا إنه يوقف دلوقتي عشان الوضع هيبقى خطير جدا، لأن هوجو طبعا فاهم إن بطلنا أخطأ في إصابته إصابة مميتة وكده الوحش هيهجم عليه ويموته. مش فاهم إن دي استراتيجية من بطلنا لو استنى بس وقت شوية. فبنشوف بطلنا بيقول في نفسه استنى شوية وأنت هتشوف النتيجة بعد شوية، بس بيكون هوجو مصر على الخروج وبيقول له اطلع دلوقتي. فبقول له بطلنا اسمح لي بهجوم واحد بس، لو الهجوم اللي جاي ما قدرش اني اقتله هستسلم واسمع كلام. فبرد عليه هوجو بيقول له خلاص ماشي. وبنشوف ان الوحش غضبان ومتعصب جدا اللي بطلنا عمله فيه، وبنشوف ان بطلنا بيستعد لهجوم قوي جدا وبيقول انا دلوقتي عارف لاي مدى اثر قوتي. وفعلا بيستخدم بطلنا المستوى التاني وتقنية عائلته باسكرفيل اللي بيكون عمال يستعد ويجهز فيها، بس الوحش ما بيستناش وبيهجم عليه بكل قوته. وخلاص الوحش بيكون على وشك انه يوصله. فبنشوف بطلنا وبيقول خليني بقى دلوقتي اشوف رد فعله هو هيبقى عامل ازاي. وبضربة واحدة منه بيقدر انه يفصل راس الغول عن جسمه. ونشوف ان كل اللي موجود في الحلبة كبير وصغير مصدوم من اللي بطلنا عمله وازاي انه قدر يعمل كده بضربة واحدة. وبيقول باريمور ان السيف المعدني اللي زي ده بيبقى ضعيف جدا، عشان كده بنستعمل تقنيات معينة عشان نضيف له المنى من جسمنا ونزود من قوته. واقوى الاشخاص قدروا يوصلوا انهم يعملوا كده وهم عندهم 15 سنة، بس ديت اول مرة في التاريخ ان طفل عنده 8 سنين يوصل للقوة المهولة دي، وانا بعترف بكده. وبنشوف بطلنا وهو بيضحك وبيقول خلاص كده انا نجحت. وعلى الجانب التاني بنشوف هوجو وهو لسه مش مستوعب ومصدوم من اللي بطلنا عمله، وبقول هو ايه اللي احنا شفناه دلوقتي ده. ولحد هنا يا صاحبي بيخلص الفيديو بتاعنا، انتصر الجزء الجديد. بس امان عليك لو حسيت ان انا بذلت اي مجهود حتى لو كان صغير فما تنساش تدعمنا باللايك بتاعك الجميل وخد لك بص على القناه. ولو عجبتك يا صاحبي ما تنساش تشترك، وبحبكم في الله. سلام.